ايوه ايوه انا حبيت. ايوه 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 انا حبيت. ايوه يا حسن تعالى شوف بنتك اللي فالقه نفسها من العياط دي مش عايزه تخرج من الاوضه. هو استاذ جلال موجود؟ هو عمل حاجه يا بنتي؟ لا هو بس نسي محفظته معايا وكان عازمني على عيد ميلاده. عيد ميلاده؟ يا محاسن تعال شوف ابنك عيد ميلاده النهارده. عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد جدي؟ اه ليه واحنا في شهر ايه يا اخويا؟ ايه يا ماما عيد ايه؟ ميلادك في شهر ايوه مش احنا في نوفمبر ولا ايه؟ ازيك يا سلمى؟ اهلا وسهلا. ازيك يا سلمى؟ اتفضلي. ازيك يا جلال؟ اتفضلي. هو انا جيت في وقت غلط او حاجه؟ عشان اللبس ده؟ لا انا اللي ما بتفرقش معايا الحاجات دي خالص. اتفضلي اتفضلي. هو انت مش عيد ميلادك كان الشهر اللي فاتت احنا لسه عاملينه لك؟ التقويم الهجري دلوقتي التقويم الميلادي. اتفضلي يا سلمى تعالي تعالي. طب انا عامله عصير يستاهل بقك هروح اجيب لك. كل سنه وانت طيب. يعني ملوش لزوم والله التعب ده. اوعى تكوني استرخصتي، شكلها صغير جدا خالص اصلا. انت ليه جاي تتكلم؟ وين هو في حد يقول لحد هات هديه وانت جايه؟ ما هو اكيد هجيب يعني. بهزر يا سلوم بهزر معاكي يعني. لا انا اصلا لسه زعلانه منك. والله ولا تعرف الملامح الرقيقه دي تزعل من كلمه اللي ما تعرفيش. يقولوا لا ما تزعليش ولا حاجه. سبحان الله، يرزق الدوده في قلب الحجر. ليه؟ العصير احلى عصير كده برضه يا جلجل. وقف الضيوف بتاعتك مش تقعدهم يا حبيبي. ايوه ايه يا سلومه، هنفضل العيد ميلاد كله واقفين ولا ايه؟ اتفضلي اتفضلي اقعدي، بيتك ومطرحك. اتفضلي اتفضلي. العصير سامحك يا فندم. انا اللي عاملاه. ايه اهلا وسهلا، خطوه عزيزه. بيت منور والله. على فكره البيت مش كده بس، لسه في اوض جوه. اتفضلي اتفضلي اشربي. ما تشبكوا ايديكوا عكس بعض كده واشربوا زي الافراح، هتبقى حلوه. هو انت هتستر امتى طيب؟ دمك خفيف قوي يا انكل. ربنا يخليك يا ست الكل. انا مراته. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه اللي عرفك بالاشكال دي؟ بس يا بابا بس يا حبيبي. المحفظه. هو انتوا مخلوقين لبعض وانا مش عارف؟ بابا جيجي بتنده عليك، خش خش. بتضحك قوي يا انكل. معلش يا ست، اصل عمره ما شاف حاجه حلوه كده يعني. ما بيشوفش غير الاشكال اللي عندنا اللي ما يعلم بيها الا ربنا. ومالها بقى الاشكال اللي عندنا؟ مش كفايه الفضيحه اللي انت فضحتها لي. مساء الخير. الفضيحه دي انت اللي كنت هتجيبيها لنا وكانت هتلطنا كلنا. حق عليا ان انا عايز الحقك كده قبل ما الناس تقع في الراس ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكانك. ده هم كل شويه يتخانقوا، ما تجيبوش بالك بالحاجات دي. الكرسي ده زي كورس برضه. يا بابا ما تتكلم قول حاجه. كله عشان الكرسي. ايوه اجري يا بنت روح على الكرسي اجري. بقول لك ايه، انا من النهارده واقف لك زي اللقمه في الزور. هفضل متابعك في الرايحه والجايه، في الطلعه والنازله، ومفيش دخول ولا خروج يا جيجي غير باذني. وتليفونك ده يا جيجي ما يفارقش ايديكي. اتصل بس تردي عليا من قبل ما التليفون يرن. انت مالكش حكم عليا. بس بقى فضحتونا يا ساتر. لو سمحت الاستاذه محسن عبد الله هنا. ايوه دي مراتي يا ابني، عملت حاجه؟ اتفضل حضرتك الشرشوبه اللهلوب. شوف اللي قالوها بكام دي؟ 700 جنيه بس. يا محاسن 700 جنيه شرشوبه؟ مش انت قلت لي؟ انا كنت بقول لك انا نفسي فيها وانت قلت لي هاتيها. احسبها 80 90 جنيه بالكتير. بس يا ماما، بس يا بابا. حضرتك دي الشرشوبه اللهلوبه؟ ايوه يا فندم. وريني كده بعد اذنك. اتفضل. متاكد انها الشرشوبه اللهلوبه؟ طبعا يا فندم. طب امسكها ثانيه واحده بس شوف أيوة. مسحت من على ايدي ولا لا. يبقى هي كام حسابك؟ 700 جنيه بس يا فندم. 700 جنيه دي بينزل معاها واحده بتنظف ولا ايه؟ ثانيه واحده. اتفضل. شكرا. شكرا. مين اللي جاب لمامته الحلوه الشرشوبه اللهلوبه؟ ابني يا حبيبي. الله لا لا لا. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. ليه انت؟ ايه أحلى ده؟ ام. ايه الكرم اللي اول مره اشوفه ده؟ مش عوايدك يعني. شرشوبه ب 700 جنيه. ايوه يا بابا بس لهلوبه. الو. طيب سلام باي. طب بص، هو المعيد اللي بيدينا الكورس طلع راجل مش تمام يعني وقبضوا عليه. عرفت ان انا صح؟
يا بنت انت اختي يا بنت، وانا خايف عليكي مش شاكك فيكي. انت اختي وانا اخوك، ما كنتش انا خايف عليكي مين اللي خاف عليكي؟ اخوك يعني ظهرك وسندك. عبيط. ربنا يخليك ليا يا جدي. ما تعرفني على ضيوف. دي سلمى. ازيك يا جيجي؟ انا أهلاً سلمى. وسهلاً. جيجي اختي. ازيك؟ بس انا للاسف مضطره استاذن عشان عندي ميعاد مع صاحبتي. ايه لا تستأذني فين؟ وبعدين هتنزلي كده مستحيل طبعا. انا اسفه بس انا مظبطه معاها من بدري، ويعني حسيت ان عيد ميلادك يعني مره ثانيه ان شاء مش الله. هيحصل، مش حتى لو هتنزلي ما اسيبك تروحي لوحدك. استني هلبس طبعا، اكيد مش هروح كده يعني. هلبس بس واجي اوصلك. استني واحده. يا ماما عايزه اغير هدوم عشان اروح اوصل سلمى، وضرفه الدولاب من الصبح مش عايزه تفتح معصلج. اعمل ايه؟ انا اقول لك مش نبي يا ابني ما تعمل لها اي حاجه. اختك جليله طلبت منها الفوطه تروح تجيبها من اوضتك، جابتها من الدولاب وبعدين في الاخر راحت رازعه الضرفه، راحت خرباها. راحت ايه؟ دي خرباتي كانت على الضلفه. طمني يا محاسن، تربيتي بناتك كويس؟ كتر خيرك. بس والله اهلك طلعوا لذاذ قوي، مش زيك. لا والله ما وحشين، بس مش باينين قدامك يعني. ما تعرفيهم اكتر هتكرهيهم ان شاء الله. بس جلجل يعني الصراحه بقالي كتير قوي ما قابلتش حد زيك. يعني طيب كده ودمك خفيف قوي وراجل كده جدع وحنين، بس في نفس الوقت شهم كده مع اهله وبيخاف عليهم. يعني انت عارف رجاله اليومين دول. عشان كده هتهلفي. تقول حاجه؟ لا بقول ده كلام مربة بيت متزنه يعني. اوكي يعني، بس يعني بصراحه في حاجه لفتت نظري، يعني انك بني ادم بسيط كده ومش مصطنع، يعني مش فيك يعني. كنت عادي. انا بحب قوي الناس اللي هي على طبيعتها وكل حاجه تبقى ناتشرال كده. طالع لي روب وفوت على رشارك ولابس فلانيل، فيعني انبسطت. ما طلعت بفلانيل؟ اه يعني والله ما كنت قاصد يعني. اصل هي رياكشنات الفلانيل تطلع لما مع الفرحه هتفرحي بفلانيل على. انا متواضع ليه بقى؟ اصل هي يعني اخرها متر في متر. يعني شوفي رغم المستوى اللي انا عايش فيه، بس انا انزل وسط الناس كده اكل كوشري، اكل طعميه. تقولوا عندكم طعميه فلافل؟ ورا يا جلدي فلافل عادي، طعميه عادي. انا بسيط، ما بحبش التكلف يعني. ماشي. طب انا همشي بقى، كل سنه وانت طيب. ايه لا ايه تمشي تروحي فين؟ سيبك تروحي لصاحبتك لوحدك. انا هاتي المفتاح. انا اصلا ما عندناش احنا ستات تسوق. الراجل موجود. اتفضل. ماشي. انت بتعمل ايه؟ بدفيكي من لسعه الشتاء. بس الجو كويس، انا مش بردانه. انت لابس نص كم، حرام. البس انت. خايفه عليا؟ لا ما تقدرش يا جلدي، مش عايزاك تبقى عيان يعني. مش هتبسط يعني. مش هتبص لو انا عيان؟ لا طبعا مش هتبسط لو انت عيان. المشاعر دي. طب ايه بقى؟ تعال اتفضل. سيدتي الجميله. ميرسي. شكرا. ايه ده؟ ايه؟ العربيه اوتوماتيك ها؟ اه لا تعالي انت سوقي، احنا ما عندناش رجاله بتسوق اوتوماتيك. معلش. انا اسفه. ام سوري. طب غرقتي؟ بتاعي يا صدقني. لا اتفضل. عشان طبك سنه. اتفضلي سيدتي الجميله. شكرا. اتفضلي. شكرا. حافظي عليه بقى ها. على فكره العربيه شبه عربيتي بالظبط. بجد؟ نفس الاوبشنز بس فرق الوان تقريبا. طب كده عندنا حاجه زي بعض. عامله كام دي؟ مش عارفه، فاكره جايبها لي هديه. رشه؟ ايه رشه ده؟ هنا؟ خلاص. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ما خدناش وقت ها. لا. ايه رايك في العربيه؟ دي عربيتك. انا متلخبط. هي فكره ان العربيتين شبه بعض بتلخبط. اتبسطت قوي. وانا كمان. اتبسطت قوي.
يعني وانا سعانه لا خلاص بقى. جو حلو. ماشي، عايز حاجه؟ يعني لا. ماشي، باي. يلا باي باي، تصبح على خير. يا سلمى، معلش مش عارف اقول لك. انا بس يعني ممكن 50 جنيه ارجع باوبر. بجد جاي اقول لك على حاجه، انسى كل اللي انا قلته ده، انت احلى حاجه فيك ان بجد دمك خفيف بتقتلني. والله. يلا باي. يا طبعا باي. باي باي. مساء الخير. انا مش شحات. انا من حدائق المعادي. انا والدي بيغسل كلى 3 مرات في الاسبوع. بنروح من حدائق المعادي لصفة اللبن 3 مرات في الاسبوع، وانا فلوسي كلها خلصت عليه. يعني عارف مصاريف الدواء انا ممكن اوري حضرتك الروشته لو عايز. فانا مستأذنك بس في 50 جنيه ارجع بيها البيت. انا مش شحات اقسم بالله. تشكر قوي. ربنا يقعدوا لك في عيالك وما تنضم في عيالك ولا في والدك ابدا. ربنا يبارك لك فيه. الله يخليك. لو سمحت، انا مش شحات. ايه ده؟ انا مش هسيبك. حياة امك ما تمد ايدك، انا فاهمك كل حاجه. فاهمني ايه؟ انت كنز. انت معمول من ايه؟ على فكرة احنا مخلوقين لبعض. وانتوا مخلوقين لبعض برضه وانا مش عارف. بس يا بابا، اسكت يا بابا دلوقتي. مش هبعد عنك تاني ابدا. طب امشي؟ استنى يا بابا بقول. انا اول مرة حد يخيش في دماغي كده. يا نهار اسود، الحقني يا محاسن يا محاسن. يفهم ايه لما انت تقول كده؟ ايه اللي حصل؟ ممكن تفهمني؟ لما انت امبارح اختفيت وقلت لي بلاش النهارده، انا ما ضربتش، وكل المساهمين راحوا ضربوا على الاسهم اللي انا كنت عايز اضرب عليها، وكلهم خسروا، وانا الوحيد اللي راس مالي فضل زي ما هو. عرفت ليه قلت لك بلاش النهارده؟ عشان بعد كده لما اقول لك على حاجه تسمعها وانت مغمض. انت مش متخيل انت عملت معايا ايه يا جلد. انت انقذتني من الافلاس. الحمد لله. رفعتني فوق 100 درجه. مش عارف اكافئك بايه. يا والله انا اخر حاجه بفكر فيها الفلوس يا بدوي بيه. الواحد بيعمل الخير ويرميه البحر. افتح التابلوه، في مفاجاه في انتظارك. لازم. افتح، هتلاقي ظرف. اه افتح الظرف. خلاص بقى في البيت بقى. لا دلوقتي عايز اشوف الفرحه في عينك. لازم تحرجني والله. ايش شوف الفرحه دي بتترعش ولا؟ ايه ده؟ دي اقل حاجه ممكن اقدمها لك. ما اقل حاجه فعلا يا بدوي بيه. 2800 جنيه بعد كل المكاسب اللي بكسبها لك. 2800 جنيه مش خساره فيك على فكره. انزل يلا، انزل. انزل كمان؟ انزل بقى، زقلط بقى وعيش، معاك فلوس اهو. انزل عيش سيبني يومك في الشارع؟ طب رجعني البيت. يا عم. انزل انطلق، معاك فلوس، اعمل اللي انت عايزه. انت كده مرضي؟ انا مرضي جدا. ما انا ممكن اتحاسبن عليك والله اتكل على العظيم. الله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بدوي. اتكل على الله. ده ايه بقى 2800 جنيه؟ اقفل بقى. واد عسل عسل. صباح الخير. صباح الخير. يعني ايه؟ ده اللي هو ايه يعني؟ الصواريخ؟ ابطال الجمهورية. ماشي، عدوا حدود العالمية. عاملين فكرة جهنمية هنغني لكم تحت المية. يبقى نراجعها من الأول. أربعة. اه ها، ناقص واحدة.
يا عم بلاش وجع دماغ، بقول لك راجل. روح وكلمني من عنده يا راجل. وانا اخليه يعمل لك خصم 90%. ايه تاني بقى؟ عامله لكم كيكه هتاكلوا صوابعكم العشرة وراها. خلص وكلمني. يلا خلص يلا وكلمني. يلا يلا هوبا يا محاسن يا جامده. يلا. يا محاسن يا جامده. ايوه اشجيني. مم. الله. أيوة. عالميه عالميه. عالميه ولا عدت حدود العالميه؟ يا عم ان شاء الله كده يا عم يا جلدي. لهوي يا لهوي يا لهوي. ايوه عديتي وحياتك. ايه عدت ايه عدت حدود العالميه يا صح؟ تبطل قرف بقى، ما تقرفناش. ايه الجمهوريه عدت انتوا بيبقوا جوز الهند بقى. بس بجد فكره جوهرنا مش ده. انت قلت فكره جهنميه؟ يا عم ما تخبطناش، خلينا ناكل بقى في ام الليله دي. ابطال الجمهوريه ابطال الجمهوريه يبقى الشحات مبروك. ابطال الجمهوريه الشحات مبروك. ابطال الجمهوريه عدوا حدود العالميه يبقى بيج رامي. بيج رامي او محمد صلاح. عالمية عاملين فكرة جهنمية هنغني لكم تحت المية. عاملين فكره جهنميه دي نعديها. نغني لكم تحت الميه. رانيا علواني. ناقص لي فكره جهنميه. انا ممكن اجيب نمره شحته كاريكا يحل لنا القصه دي او زوكش. دي صعبه جدا يا جماعه، دي صعبه جدا. كده انا معايا من اول الشحات مبروك لحد القطه المشمشيه. الدنيا حلوه الدفن والتشييع. محلات الدنيا حلوه الدفن والتشييع. خدمه على سعر اقل. الدنيا حلوه الدفن والتشييع. مقابر مدافن فراشات عزيان. انت ايه اللي بتوزعه ده؟ وده وقته؟ ايوه وقت حنوتي بحاله وفاه ده عايزه. يلا ادخل من هنا. حلوه الدفن. الله. ممكن اعرف انت جايبني هنا ليه؟ بعد اذن سيادتك بقى يا جلجل، كفايه حلنا، انا ما صدقت لقيت جثه. جثه؟ ايه علاقه الفطاطري بالجثه؟ انا اعرف في فطير الجبنه، فطير الجثه دي جديده. جلجل انا بقيت حنوتي. يا ساتر يا رب. جلجل صاحب المحل معهوش جنيه، نزلت اشوف شغلانه تانية جنب شغلانتي وقرش على قرش واساعده. انت ليه بتعمل كده؟ انت عارف ان لو في عبيد في الزمن ده مش هيعملوا اللي انت بتعمله؟ سيب الراجل اللي واقف جنبي وانا ما حلتيش حاجه. هو انت دلوقتي ابو هشيمه؟ ايه اللي معيش حاجه؟ ما انت لسه معفن. بس الراجل اكتئب وانا شلت له الهم الصراحه وعايز اساعده. ادعي له يا جلجل، ده غلبان ولطيف قوي. يا رب عيني على مساعدتك يا حاج. سيد هو انت ليه ما بتعملش معايا ربع اللي بتعمله مع الراجل ده؟ هو انا مش صاحبك؟ نفسي تسيبني في حالي يا جلجل. كفايه سحله، كفايه سحله، تعبت مفيش غيري في الدنيا. دور في ناس. اسمع طيب، اسمع عشان اللي جاي لك فيه ده محتاج تركيز. انا صحيت النهارده لقيت مكتوب على دراعي ابطال الجمهوريه عدوا حدود العالميه عاملين فكره جهنميه هنغني لكم تحت الميه. انا بعشق الاغنيه دي. حلو، اديك اختصرت عليا نص الطريق. ركز بقى معايا عشان نفهم معاني الكلمات دي ايه وايه اللي مقصود بيه. أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية عاملين فكرة جهنمية هنغني لكم تحت المية. ركز في الكلام ركز في الكلام ركز في الكلام. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت مش عارف ايه ده؟ مالك انت يا ست؟ انت بتزعقلنا ليه؟ انا حر اعمل اللي انا عايزه. يا استاذ تسمع ابنك مالك انت يا عم؟ ايه الحاله اللي انت فيها يعني؟ حاله وفاه. انت في حاله وفاه، كلنا هنموت. هو حد فيها مخلد؟ انت راجل مهذب. انت راجل مهذب. في ناس يا سيد ما تجيش غير بالطريقه دي. حاول أستاذ تتعلمها جلال. مني. حضرتك طبعا مقدر الحالة اللي هم كانوا فيها، فلو ينفع حضرتك تتنازل عن المحضر وأنا تحت أمرك في اللي تؤمر بيه. العداله عداله، شوف بتغير الناس ازاي. أنا ممكن أدفع لك 5000 جنيه تعويض. ايه ده؟ ايه المبالغ دي؟ ايه؟ مفيش الكلام ده بيشتغلك طبعا. ليه بيشتغلني دي؟ مفيش حد في الدنيا معاه 5000 جنيه يا جلجل. 6000 جنيه تعويض ونحلها ودي. انسى. ايه ده؟ ايه الكذب ده بقى؟ ايه الخداع ده؟ ايه ركبك الوهم، مفيش المبالغ. بس يا سيد بلاش فضايح. طب وحياة أبوك فكر وأنا أرجع لك بعد ان شوية. شاء الله. القضية اللي فاتت الولد عادل كان هيروح فيها، السلام. بس طلع منها بالطريقة. ده وقته. عمل ايه ده؟ جات لابسه لابسه. عمل فكرة جهنمية. جاب شوية ناس لبسهم واداهم اللي فيه النصيب وطلعوا معاه على الاسم وكلهم شهدوا ضد الراجل.
واثبت العكس انت بقى يا باشا. يا سلام، هي دي الفكره الجهنميه؟ دخلك في الحوار انت اصلا. لا اصل اكيد عادل عمل حاجه اصيع من كده. قول بقى. انت مالك انت اصيع على مش اصيع يا اخو لما اتضايق. هو انت ايه ده؟ ايه صوتك ده؟ انت مبدئيا ما تتكلمش معايا، صوتك بيخوف. انت صوتك وحش. عندك معلومه قولها له قولها لي. خليك معايا. ما تفتحش بقك. عايز هو يقول لي. عليا الطابه خلي الدكتور يعرف صوتك وحش. يا بدوي بيه، تشتري ولا لازم هتقع؟ لسه اما جلجل يقول كلمته الاول. معرفش انا يا ريس، الراجل اللي اسمه جلجل ده اللي انت دخلته في وسطنا فجأة، انت مطمن له قوي كده ليه؟ بص يا ريس، انا مش عايز اتكلم كل ده، بس الواد ده مش سالك بشيلن. ترى يا جدعان بقى بعد كل الكرامات اللي بانت عليه دي مش مصدقين انه واد مبروك وسره باتع؟ او مزقوق عشان سرك معاه فبيتعامل على الاساس ده، مستني اللحظه اللي انت تبقى جاهز فيها للانهيار ويقوم دايس على الزرار مخلص عليه. بقول لك ايه يا مدحت، فكك. والله يا باشا انا بقول كده عشان مصلحتك، انت عارف انا شغال معاك بقالي قد ايه، ويصعب عليا اللي انت تقع عشان كلب زيه. يعني انت شايف ايه يا مدحت؟ والله يا ريس انا جالي تليفون من عند الراجل بتاعنا اللي عند الشناوي، بيقولوا ان هم هيلموا كل اسهم الدوليه من السوق عشان يعلوه، وهيبيعوا كل اسهم المزارع الخضراء عشان يخسفوا بيه الارض. احنا نخيره، لو اختار المزارع الخضراء يبقى الراجل ده مزوق من الشناوي عشان يضيعك. يخرب بيت دماغك يا مدحت. لو حصلت المعجزه واختار الدوليه يبقى الراجل ده مبروك وهنأمن على الكلام ده، لكن لو اختار المزارع الخضراء اللي الناس كلها عارفه ان هو في الطالع يبقى مزوق عليك من عند الشناوي. وانا صح؟ ده ساعتها يبقى فيها موت وما فيهاش كلام. خدوا حبيبي مني من غير ما اعرف، خدوا ليه من غير ما يعرف انه حبيبي ليه. سجلجل فين يا ناس؟ انا عايزه سجلجل وانا مش شفت اخويا سجلجل. ايه ده؟ رؤية ايه اللي جابها هنا؟ سجلجل ليه يا عويل؟ ليه يا عويل؟ يا سجلجل ايه اللي حصل يا اخويا؟ ايه اللي جابك المكان الوحش دوت؟ بس يا رؤية، ايه اللي حصل؟ بس يا انا رؤية، عمل لك ايه يا اخويا؟ بس يا رؤية بلاش افوره، انا جاي في خناقه عادي خالص. وده مين اللي يستجرى انه يتخانق معاك يا سجلجل؟ انا بس عايزاك كده تشاور لي عليه، ده انا اكله لك بسناني. وطي صوتك. بقول لك يا سجلجل، الزياره دي ممكن تنتهي في اي وقت، خلينا الحق اقول لك اللي انا نفسي اقوله لك من زمان. انا عايزه اقول لك انا في ظهرك يا سجلجل، في ظهرك، عمري ما هسيبك ابدا، ومفيش حاجه هتحتاجها انا يعني مش هجيبها لك. بص انا جبت لك بيجامه قطن عشان تلبسها في الحجز، قطن عشان ما تهرشكش، عيش وحلاوه عشان تتقوت في الاسر. جلال انت مين قالك انا هنا؟ هو ده وقته؟ ايه اللي حصل؟ الاستاذ الكبير المحترم طلب مني ان انا اصرف له شيك بدون صحه توقيع، ولما رفضت قال ان انا بقى عايزه منه رشوه. يعني دي منظر واحده تطلب رشوه؟ عايزين تروحوا بالبلد اللي فين؟ كانت كل هم مليتوا البلد. مش عايز قله ادب يا فندم، انا قلت كل اللي اعرفه. مستر فؤاد عميل عندنا من زمان، وانا عمري ما شفت منه حاجه وحشه خالص. يعني انا مستر كمان شفت مني حاجه وحشه؟ ولا شفت منك حاجه انت كمان، بس هو مستر فؤاد هيعمل كده ليه يعني؟ طيب انا دلوقتي قدامي محضر قصاد محضر، يعني مفيش قدامي غير احطكم انتوا الاثنين في الحجز. علي العقل يا شاويش، انا برضو شايفه كده. بس اسكتي. استنى انت، خلي بالك انت ممكن يبقى عليها قضيه ضدك، ممكن تبقى في بعض حاجه ولا ليها قضيه موت. استنى ثواني وجايه. 7000 جنيه وتنزل عن المحضر. موافق. عادل ورجالته جوه نخلال قد ايه؟ هتدفع 7000 جنيه. واحد يا باشا، الراجل ده مفتري وحرام. هو ده المفتري اللي قابلني في الشارع، ثبته من ساعتها بدور عليه. يا باشا قسما بالله فتشني في المترو مرتين وانا فاكره بنضار. يا باشا الراجل ده اللي قابلته عندي بتاع الشركه يا باشا. الراجل ده بيتهيألي كده. وحصل. مش عارف اقول لسعادتك ايه، انا متنازل عن المحضر يا باشا. الحمد لله خد جزاؤه الخسيس. سلمى، انا اسف جدا، مش عارف اقول لك ايه، بس عمري ما جه في بالي ان مستر فؤاد ممكن يطلع منه تمام كده. يا فندم، انا كده كده هبعت الاستقاله اونلاين، وشكرا لصحتك فيا. شكرا. صحيح، يخون النزيهه واللي فيه يجيبوا فيها. ده مثل ده ولا ايه؟ الحمد لله على سلامتك يا سلمى. الله يسلمك، يعني انا متشكره جدا على اللي انت عملته، انت حقيقي انقذتني. بس يعني انا شايفه برضو ان هي كانت غلط ان هي خلصت بشهاده زور. ايه اللي غلط؟ الغلط قدامه غلط، يعني اخد الحق ما فيهوش تعاطف ولا عواطف ولا الحاجات دي خالص، معروفه المكتوب يتنفذ. سوري معلش الو. يا بابي، سلمي عليك. في حد من صحابي جه وخلص الموضوع، بيسلم على حضرتك.
هشكره لك، حاضر. ماشي. لا لا لا، انت ما تصدعش نفسك، خليك في المشاكل الجماعيه وان شاء الله تتحل. ماشي حبيبي، باي باي باي. يا سلمى، لو عندكم مشكله في جمعيه انا ممكن اخش بنفرين، بس بشرط اخد واحد الاول وواحد الاخر. لا لذيذ. بابي عنده جمعيه خيريه وملجأ ايتام، بس هو عنده مشكله في السيوله فبيدور على مشتري بس يخليهم مفتوحين. بص انا مش هصدقك يعني حوارات دي. محتاجين فلوس، انا رقبتي سداده بجد، بقول لك جيبي جيبكم يعني، انا معايا 6000 جنيه في الدفتر يعني، شوفي. حوشهم لي بقى، احتاجها للتقيل. انا بس بعرض خدمات يعني عشان. لا خالص، انا لو احتجت حاجه هقول. مش يلا يلا ولا ايه؟ انت اكيد تعبان وعايز ترتاح. يلا بالظبط، يلا بينا، عندك حق. انا هستأذن انا، اوكي؟ لا لا استني، انت هتروحي معايا لحظه واحده. ماما عايزه تشوفك، دي عامله محشي. انا اسفه، المره الجايه سلمي لي على طنط جدا وشكرا. طب هقول لك على حاجه، يعني لو راح التجمع مثلا نزليني في اي حته وانا هرجع تاني على الجيزه، يعني ممكن اجي معاكي في العربيه بس. انا هتنيل اوصلك. انا روحي انت يا سلمى. ميرسي قوي يا جلجل، باي باي باي. كرباس جيزه ايه ومحشي ايه اللي عاملاه؟ ده كلام ما بتفتحيش بقك. ابدا وبيه خير ايه؟ لازم دلوقتي؟ ماشي، طيب جاي. رؤية بقى انتصار يعني، امشي. ما انا كنت هقعد. قول لي بقى، هضرب على ايه في البورصه؟ على المزارع الخضراء ولا على الدوليه؟ عليكم على شركات الدخان. الناس شغاله حريقه. او اقول لك شركات المحمول، الناس ما بتبطلش رغي طول اليوم. ايه اللي بتقوله ده؟ انا عندي 100 موظف في الشركه بيدرسوا السوق يقولوا لي الكلام ده. انا عايزك انت يعني انت عندك 100 موظف وعايز رايي انا؟ يعني الناس دي مرتباتها حرام يعني؟ ركز وقول لي اختار ايه في الاثنين. ضارب على الدوليه الخضراء. ايه؟ طب اقول لك ايه، ما انا مش مكتوب لي حاجه، ما عنديش حاجه تناسبك. ليه يا عم؟ انت مش بركه البركه يا عم ما تخليك محضر خير بقى، ما تخليك محضر خير واسلك كده من جواك. صلي على النبي يا باشا عليه الصلاه والسلام. دلوقتي انا مش مكتوب لي حاجه، ماشي؟ هل انت عايزني افتي اقول لك اي معلومه وتطلع غلط وترجع تزعل مني؟ بنهزر. اختار حاجه من الاثنين والا فيها موتك. بصي، وزي ما تقولي كده انا ما لقيتش ابن الحلال بقى. ما هتلاقيه فين؟ اسالني انا، مش ما بقاش موجود خلاص، اختفوا ولاد الحلال، اختفوا. وبعدين اقول لك على حاجه، يعني احمدي ربنا انك تقعدي يعني من غير جواز كده احسن كتير. اصل خلي بالك العلاقات العاطفيه دي كلها بقت تضييع وقت. انا ما بفكرش في الموضوع اصلا يعني. بصي الحاجات دي بتيجي لوحدها بالنسبه لي، وانت بتشوفي البني ادم تحسي ان هو ده، فاهمه؟ هو مين ده؟ مين؟ ما انا لسه قايلك مفيش حد يا رؤية، انا بتكلم في العموم عادي. الحمد لله، والله بركه يا جماعه ان مفيش حد. انت الكسبانه. انت بقى مرتبطه؟ مرتبطه ها؟ مين جلجل؟ انا كنت حاسه ان في حاجه من ناحيتك. حاجه واحده؟ دي حاجات ومحتاجات ومن زمان. انت لماحه جدا والله. لا نبيها الله اكبر. ماما خير يا حبيبتي. الحقي قال ايه؟ سلمى بتقول لي ان في حاجه من ناحيتي حاجه واحده. انا اقول لك بقى جلجل روحوا فيها، بيخاف عليها كده من الهوا الطاير، تعرفي؟ عامل نفسه تقيل ومشغول عنها، لكن هو من جواه مدلوق كده يا حبيبتي، زي الطحينه في العسل الاسود. ماما يا اختي اسم الله عليكي، العسل الابيض يواسي يرحمك يا اختي، زي مسك العسل الابيض يا اختي، اسم الله يرحمك يا اختي. بصي بقى يا حبيبتي، عارفه جلجل وهو قد كده اهو يقول لي يا خالتي رؤى ليا ماليش غيرها في الدنيا دي. ولسه من ساعتها بيحبك؟ ما تنطق يا ابني، اشمعنى المره دي مش عارف؟ طب انا هقول لك على حاجه. ابطال الجمهوريه عدوا حدود العالميه، عاملين فكره جهنميه هنغني لكم تحت الميه، ده يناسبك في حاجه؟ لا، واضح انك قلبك جامد قوي، واضح ان اللي بعتك دافع لك كتير قوي. ده فعلي؟ اخص عليك يا بدوي بيه، انا بتقول لي كده؟ امال انا؟ مين اللي انقذك من القنبله واحنا في العربيه؟ مش انا؟ مين اللي قال لك على سهم الدلتا وضرب؟ مين اللي قال لك على مدام ليندا عشان تسرب الانسه شاهنده؟ ما تعملوش كلام من ده. مين اللي قال لك على بلاش النهارده؟ وجات في مصلحتك؟ كل ده وتقول لي مين اللي بعتك؟ يا باشا ده جاي يضيع وقت يقول اي كلام. اسكت بقى. احنا ننفذ دلوقتي يا ريس. هو انت يا ابني ليه شرير كده يا ابني؟ الراجل بيكلمني انا، ايه اللي ننفذ ده؟ على فكره انت لو مكتوب لك حاجه عندي مش هقول لك عليها عشان انت انسان شرير. خليك معايا انا. بص هنا، اختار حاجه من الاثنين. ما تشربي يا حبيبتي، ولا انت قرفانه مننا ولا ايه؟ لا يا طنط خالص، انا بس مبطله السكر. يا سكر
السكر فكرتيني. عارفه من فتره كده طلعت في دماغي ان اعمل دايت كده وسلوع وعضم زي البنات بتوع اليومين دول يعني. ورحت بقى لسي جلجل، قلت له يا سي جلجل انا قريت على الفيس ان في دكتور شاطر قوي 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 بس بعيد شويه في الزقازيق، فانا بفكر اروح له يعني عشان اخس. برغم انه مش مقتنع جه معايا وهو متضرر. قمت انا بقى لما رحت هناك عملت ايه؟ اول ما بصيت كده حسيت انه متضايق ان انا هخس ومش هبقى بطايه كده زي ما هو بيحب. رحت قلت له يا سي جلجل انا هشتري رضاك ومش هعمل دايت، ورجعنا تاني على مصر. واضح انه بيحبك قوي. ربنا يخليهم لبعض يا حبيبتي ويبعد عنهم اي شيطان او اي حربايه تفرق اللي بينهم. لا قولي لي يا سلمى، عندك مانع المره الجايه لما تبقي جايه لنا تجيبي مامتك تعرفيها على مامتي يبقوا اصحاب هم كمان؟ انا ماما الله يرحمها. ربنا يرحمها يا حبيبتي. اعتبريني زي مامتك بالظبط. او النبي اعتبرينا اهلك بقى خلاص. ولو احتجتي اي حاجه كمان في موضوع الشغل ده قولي لي. لا عادي، انا ممكن اشتغل في شركه مع بابي، بس انا اللي برفض يعني. بحس ان انا بحب اعتمد على نفسي. مين اصلا عامه الستات يعني بحس ان هم لازم يبقوا معتمدين على نفسهم ومستقلين كده، عندهم كيان. كيان ايه يا حبيبتي؟ فكرتني والنبي ساعه ما انت كنتي لقيتيني زهقانه كده وقرفانه من حياتي وقلتي لي انزلي يا رؤى دوري لك على شغل. عارفه عمل ايه سي جلجل؟ خرب الدنيا. اصل سي جلجل ضد عمل المراه، بيكرهوا عمى. اللابتوب هيفصل شحن، فاضل 5%. يبقى هنجز قبل ما يفصل. العالمية مفيش غيرها. ابطال الجمهورية عدوا حدود العالمية. العالمية ايه؟ دي شركه خسرانه. اقعد ساكت بقى يا جدع، هي العالمية. اسمعوا مني يا جماعة. اسمع انت مني، الشركه دي خسرانه وبتصفي. ايه يا مدحت قافش ليه من العالميه؟ يا ريس دي شركه خسرانه. اشتري يا ابن العالميه. اشتري العالمية. حاضر يا ريس. اهو اشتري يا ابن العالمية. اسمعوا مني. وريني هذا التليفون ده. ايه يا ريس؟ انا قريت على الواتس اسم الشناوي. بدأوا بيه؟ ده انت مربط مع الشناوي وبقول لك ما تخليهمش ياخدوا العالميه عشان سهمها هيضرب وانا نايم على وداني. يا قذر، يا انسان يا قذر. وعايز تلبسها لي؟ كمال خده يلا نفذ. اسمعني بس يلا. اسمعني يا بدوي كانت عجباني دماغك. اسمعني يا بدوي بايه؟ ايه رايك؟ لا ده انت سرك باتع. بس تقعدش تخوني وتقول لي انا اللي بقول لك عليه اسمعه. اللي بقول لك عليه خده من جلجل وضمانه ورقه بوسطه. بص بقى انا هديك حاجه اهم من الفلوس. ما تحرجنيش بقى يا بدوي بيه بقى. حاجه غاليه قوي. انا معيش بس شنطه كبيره اخد فيها. الساعه بتاعت جدي. ايه ده؟ دي غاليه عليا قوي. طب مبدئيا دي ب 70 جنيه بتيجي مع طقم مكتب من الرويعي. انا مش هاخد الساعه دي. يا ابني دي غاليه جدا. غاليه عندك انت عشان ده جدك انت مش جد انا. دي من ريحه جدي. شم كده. مش شامم وانا مش هاخد الساعه دي يا بدوي بيه. هو انت بتعمل معايا كده ليه؟ يعني انا مكسبك ملايين وانت بتديني ساعه جدك. سيبك من الساعه. من النهارده انا وانت واحد، كل اللي تقوله ماشي. بس كدب بقى. طب اقول لك على حاجه، النهارده انا عامل حفله في الفيلا من 1000 ليله وليله، تيجي بقى تنورني. حفله من اللي هي بيعملوها في التلفزيون؟ لا انا عاملها في الفيلا. لا انا اقصد اللي هي بيبقى فيها ستات كتيره وفي ترابيزه كوتشينه وواحده تيجي تحط ايديها على كتفك وتقول لك حظك وحش قوي النهارده يا باشا. الحاجات دي اعلى من اللي في خيالك. طب بدوي بيه انا ينفع اجيب حد معايا الحفله؟ الو. بقول لك ايه، النهارده معازمك على حفله. عندك لبس شيك بقى ولا اخدك اجيب لك؟ لا حفله ايه، انا مش في المود اصلا، خليها وقت تاني احسن. الو. ايوه بسم انا الله كمان الرحمن عايزه الرحيم. لبس شيك تشتري. الو سلمى. انا مش سلمى، انا رؤى. رؤية انت دخلت لنا في الخط ازاي؟ انا هجهز وهلبس شيك. عملتيها ازاي يعني بجد والله انا عايز اعرف عملتيها ازاي دخلت لنا جوه الخط؟ ما نجهز هنكلمك واحنا نازلين. يلا سلام يا سي جلجل. سلام يا حبيبي. مين اللي نجي؟ الو سلمى. اللهم يمكن سحر فطركم. توب عليا يا رب، توب عليا عشان انا والله ما قادر. في ايه يا سي جلجل؟ مالك؟ قول لي بس، يعني اقسم معايا همك. ده حتى بيقولوا في الامثال القفه ام ودنين بيشيلوها اتنين.
رؤية ممكن كفايه بقى الكلام البلدي اللي عمال ينقط من بق قفه ايه وبتاع ايه. بقول لك ايه، ما تروحي كده تنتشري كده، ارمي بلاكي على اي ترابيزه من دول، شوطي لك كوبايه شاي كشري واقعدي في ركن بقى، اقعدي اشربي فيها على مهلك لحد ما الحفله تخلص واخدك اغورك. ياه، وانا تقيله قوي كده عليك؟ انا تعمل لي كده بعد كل اللي عملته عشانك؟ انا سبت كل اللي ورايا. ايه اللي وراكي؟ ايه اللي وراكي ضحيتي بيه؟ ولا اي حاجه. كان ورايا وسبت كل اللي ورايا ولبست واتشيكت عشان اجي جنبك وابقى كتف بكتف معاك واشرفك قدام الحفله اللي مليانه كبارات البلد دول كلهم. نوحي وافضحينا، نوحي. ما دي غلطتي ان انا بجيبك اماكن نظيفه زي دي. نوحي. على فكره انا ابويا ياما خدني معاه موالد ومول السيدي البدوي ومول السيدي الدسوقي. انت مش انت اللي هتوديني اماكن نظيفه؟ لساني عاجز ارد عليك. اقول ايه؟ على فكره انا اللي غلطانه. انا كان لازم اتنك عليك زي البنت المسلوعه اللي قالت لك انا مش جايه معاكي الحفله. حلو قوي بقى ان السيره دي اتفتحت. لاخر مره يا رؤية يا بنت رفايده بقول لك، سلمى لما جت عندكم البيت انت وامك قلتوا لها ايه؟ اقسم بالله ما قلنا لها حاجه، ده احنا حتى عملنا معاها الواجب وضيفناها. اقول لك على حاجه، اول ما دخلت من الباب كده خالتك رفايده راحت منولها كوبايه عصير مانجا عمايل ايديها. ايديها راحت تترعشت كده والمانجا راحت تقع من ايديها. فانا وامي رحنا باصين كده لبعض، عرفنا بقى اللي فيها. رعشه الايد دي رعشه تعاطي. البنت دي بتتعاطى حاجه. رؤية قولي حاجه مفيده قلتها لها. هقول صديقي منك لله بدوي بيه. حبيبي، ايه النور ده؟ ايه النور ده؟ حبيبي ايه الاخبار؟ اوبا، انا دلوقتي بس عرفت سر السحر اللي جواك بيتغذى على ايه. على دي بنت خالتي يا راجل. وخالتك حلوه كده؟ حلوه. احنا عجزنا في العيله نعرف مين اوحش، رؤية ولا امها. ودي رؤية ولا امها؟ رؤية. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اوبا، ودي مين دي كمان؟ لا دي تبعي برضه. طب مش تعرفنا؟ هاي انا سلمى. اهلا وسهلا، ازيك يا سلمى؟ تسلمي يا سلمى. انت ساكنه فين؟ بتشتغلي ايه يا سلمى؟ انا بانكر. تنكري ليه يا حبيبتي وانا ضرايب؟ لا حضرتك انا بشتغل في بنك. انا بقى ما بشتغلش، اصل سجلجل ضد شغل المرأة. مش قلت لك ضد شغل المرأة، وبالذات مش اي مرأة بقى. لو انا بيخاف عليا من الهوا الطاير كده. افصلي هتستريحي وهتريحي. لو ما بتشتغليش شغلك عندي من بكره ان شاء الله في الشركه. انتوا مشيتوا الداده؟ دادة ايه؟ اسمع بس، انا عايزك تفكك من اللي انت جايبهم دول وتنتشر في الحفله. شايف البطل اللي هناك ده؟ وفي بطل تاني هناك. انا عشان كده مسميها ابطال الجمهوريه. طبعا انت جاي مبسوط اساسا، عايزك تنبسط اكتر بقى. انطلق. هستناكي بكره في الشركه يا هانم. يا هانم يا هانم يا هانم. يا هانم طبعا، وست الهوانم. رؤية شايفه البار، شايفه الكشك اللي هناك؟ شايفاه الملعلط ده؟ اللي هو عامل زي فرن البتايز اللي عندكم في البلد ده. عايز بيتزا؟ لا انا بس قرصه؟ لا ريقي ناشف، عايز عصير. حاضر حاضر. ازيك يا سلمى؟ عامله ايه؟ الحمد لله. تعالي. السلام عليكم. هو ده فرن البتايز؟ نعم. لو سمحت عايز عصير. الكوبايه الفريش دي اللي هي بكام؟ فري يا فندم. فري؟ حلو العصير بقى ببلاش. اشمعنى البني ادم؟ معقولة حفلة تبقى مليانة ناس كتير كده والجميل واقف لوحده؟ انت بتكلم مين انت؟ بكلمك. يعني ايه تكلمني؟ وانت تعرفني مين انت عشان تكلمني؟ ولا انت بقى من اللي بيحبوا ياخدوا على قفاهم بالجزم؟ ها؟ بس لو بتحب تعالى يا بابا، تعالى يا بابا ونسيك يا بابا. انا معيرر. اقدر اعرف بقى مالك الجمال الحفله متضايقه من ايه؟ مش العادي بتاعك. بصراحه متضايقه ان انا جيت. ليه يا سلمى؟ ليه يا سلمى؟ ده انا مبسوط جدا انك جيتي. جلال، هو انت بتعمل رؤية كده ليه؟ رؤية. اما انا عارف ان الموضوع ده وراه رؤية. لا بتكلم بجد، يعني هو ازاي في حاجه بينكم وانت طول الوقت بتبين ان انت اصلا مش حابب وجودها اساسا؟ حاجه بيني وبين مين؟ بينك وبين رؤية. حبيبتي ما انا عارف، هم خطفوكي في البيت هي وامها، راحوا طالعين مربعين على ودنك وبخين سموهم، صح؟ ممكن تقولي لي قالوا لك ايه؟ يعني هم قالوا لي حاجات كتير يعني، بس اهمهم انك من وانت صغير بتحب رؤية وانك حاجزها. إلهي يحجزوكي يا رؤية يا بنت رفايدة في سجن القناطر بالبدلة الحمراء. جلال، ويكون مفتي الجمهورية جوه أول ما تخش السجن يقوم نطق جلال الحكم. عيب ما يصحش تتكلم عن رؤية قدامي كده خالص. بنتي حاجزها دي القصة قديمة من واحنا صغيرين. بصي رؤية دي أنا كنت بحبسها في أوضة، بتعامل معاها كفار يعني، فبحبسها في الأوضة، يسألوني فين رؤية أقول لهم حاجزها بس. خدوها بقى البانة في بقهم لحد ما كبرنا وبقى جيل حاجز رؤية. بقى فهمتي؟
ايه بس هي بتحبك وبتغير عليك قوي. ما انت عشان كده ما كنتش عايزه تيجي الحفله. بصراحه انا ما كنتش جايه يعني، بس لولا الجدعنه اللي انت عملتها معايا الصبح في القسم ولولا ان رؤية موجوده انا ما كنتش جيت هاجي معاك ليه يعني لوحدي. ما هي تبقى رؤية نفعتنا بحاجه. انا كل اللي عايز اقوله لك ان انا ورؤية علاقتنا ببعض علاقه عائليه بحته. انا بالنسبه لها ابن خالتها وهي بالنسبه لي ابن خالتي، نقطه من اول السطر. وتقولي كده ليه اصلا وانا مالي؟ ايه اللي انا مالي دي يا سلمى؟ ايه يا سلمى؟ هو احنا مش اصحاب يا سلمى؟ مش اصحاب؟ اصحاب المفروض ان هم يعرفوا الحاجات دي عن بعضهم ولا إيه؟ ايوه بس هي قالت لي ان انت كمان بتحبها. يا بنتي بيت عوم على عوم امها. طب اشرحها لك ازاي؟ رؤية ورفايدة دول كبرى وافعى. بيبخ والله. هو انا ما كنتش موجود صح؟ انت رحتي لوحدك. اول ما شافتها مش قعدت تفعص في خدودها بتقول لي انت قطه انت كلمه. عملت كده ولا ما عملتش بذمتك؟ بصراحه كان موضوع صعب قوي. كارثي، اكيد تجربه قاسيه جدا صح؟ هموت واروح. شفتي بقى؟ شفت انا عايش مع مين ومستحمل مين وبشوف القرف من مين؟ طب خلاص، طب تعالى نروح نشوفها بس عشان هي ما تعرفش حد هنا ولوحدها. تاني رؤية هي اتب طالع لي في ظهري. رؤية دي اتب. جلال احنا قلنا ايه؟ انا اسف يا سلمى. رؤية دي ألذ ست في الدنيا. بالظبط. ايه؟ انت قلت رؤية دي ايه؟ اتب. ايه؟ قلت عليها ايه؟ انت ألذ ست. انت قلت انت بطه. لا هتشرقي ولا ايه؟ اشربي العصير ده. اشربي العصير. انا بقى رايح. بقول لك ايه اسمك ايه؟ اديني كان زي مقفوله من عندك، انا مش مضامنه العصير بتاعكم ده. امسك 5 جنيه دي عشانك. امسك استنى غسلها. شكلك مش غسلها. لا السجلجل لازم يشرب المغسوله عشان لو فيها ألذ. انا يا جلجل يا بدوي تعالى معايا بقى اعرفك بالناس بعد اللي انت عملته معايا. عملت ايه بس؟ ما عملتش حاجه والله. ما تحرجنيش يا راجل عيب عليك، ده حقك. ما تكسفنيش. تعالى ماشي. هات مايك. مساء الخير. مبدئيا كل سنه وانتم طيبين. انا احب اقول كلمه. النهارده طبعا الحفل السنوي اللي احنا بنستناه من السنه للسنه، والنهارده يتزامن مع الحفل ده انتصار جديد ونجاح جديد. بس برضه لازم اقول مين السبب في هذا الانتصار وهذا النجاح؟ مين اللي حرك الدينامو؟ مين اللي اشعل الشعله؟ مين اللي اثار الاثاره؟ الحقيقه هو انا، والفضل يرجع لي ولازم نرد الفضل لاصحابه. بس في بقى كمان اللي شجعني وقف جنبي ودعمني، وده من حقه ان انا اقول هو مين، لانه موجود معانا هنا. الشخص ده هو انا، لان انا من غيري ما كنتش وصلت لاي حاجه. فانا بشكرني على وقوفي جنبي. ربنا يخليني ليا وما يحرمني مني ابدا. واخيرا اقدم لكم جلجل صديقي في المطلق ونعم الصداقه. اتفضل يا جلجل. مساء الخير عليكم جميعا. سعيد ان انتم موجودين وان انا موجود وسطكم. كنت عايز اقول بس على حاجه. لا انجز كفايه كده. ايه؟ شكرا ليك. رايك في الكلمه اللي انا قلتها؟ ما انا بسقف لك وانت قلت المختصر المفيد. صح. انت ما لحقتش تقول المختصر يعني، بس تمام. مش انا اقعد ارغي واتكلم عن نفسي يعني. بس انا مبسوط انك جيتي. وانا كمان مبسوطه يعني، انت لذيذ كده وبتغير لي مودي. عادي يعني. ايه الجديد يعني؟ لا بس انا مبسوط بجد والله. اصل يعني بقى بدايه كارير جديد احلى، بدايه صحوبيه جديده احلى، وتحس كده الدنيا هتبقى لذيذه يعني. ما رضيتش اقول الكلام ده في الخطبه عشان ما اسيحش يعني. طب ثواني بقى هشوف. يا جلجل. يا بدوي سوري. دلوقتي في مشكله، انا عايز اتهرب من الضرايب. حلو. فلازم اشتري جمعيه خيريه عشان اهرب بيها من الضرايب. ماشي. قدامي بقى كذا جمعيه. في واحده اسمها الزهره، واحده اسمها المستقبل، ماشي، واحده اسمها اخواتي. ايه؟ اخواتي طبعا. خلاص هشتري الجمعيه الخيريه اللي اسمها اخواتي. دي جمعيه بابي اللي هي كانت مشكلتها الصبح اللي كنت بحكي لك عنها، يعني كده مفيش مشاكل تاني. خلصتها لك وانا عيل. الله. اخواتي
صباح الخير يا جلجل. ان شاء الله النهارده تبقى حاجه لذيذه كده من الحاجات اللي هي فيها بشاشه. بسم الله الرحمن الرحيم. مخلل يا وصلت لمخلل. بحبك ولا بحبك. وارد تبقى بحبك او بحبك. صباح الفل يا وش العسل. إيه انت فين؟ لسه واصله اهو، هقابل مستر بدوي دلوقتي. بدوي بيه؟ بدوي بيه ليه يا هانم؟ يا خساره. ايه المقابل يا سلمى؟ بعتي نفسك بكام؟ جايه على فكره غلط تهبد على المعده فاضيه، وباين انت مش مظبط لي الميعاد امبارح عشان جمعيه. يا لهوي. سقطت انا اسف، مش تعرف بس ان انا ليا فضل عليكوا ها. ماشي يا عم الفضل. طيب بقول لك ايه، انا هقوم البس بقى كده واجي لكم في الطريق. قابلتيه ولا لسه؟ ماشي هو قدامي اهو دلوقتي، يلا داخل عليا. يا صباح الخير صباح والسعادة. الفل يا مستر بدوي، ازي حضرتك؟ بقول لك ايه بقى، تعال نخش الأوضة بقى عشان نبقى براحتنا. لا انتوا رايحين فين؟ سلمى سلمى انتوا رايحين فين؟ سلمى بلاش الأوضة. استرها يا رب، استرها يا رب. أنا اللي سلمت العسلية للشيطان، أنا اللي سلمت العسلية للشيطان. استرها يا رب. ادخل. يا لهوي يا لهوي. ايه الأوفر ده؟ ايه الأوفر ده؟ ايه اللي جابك؟ الله، في ايه بس يا سجلجل؟ ده انا جيت عشان اصحيك عشان ننزل انا وانت سوا. ننزل نروح فين؟ وانا مش محذر من ساعه مشوار دكتور الدايت بتاع الزقازيق ان مفيش مشاوير تاني؟ حذرت انا ولا ما حذرتش؟ ايه ده ايه يا سجلجل؟ هو انا النهارده مش عندي ميعاد شغل انترفيو؟ انترفيو؟ انت بعد انترفيو دي ما تتحركيش من البيت، لانك لو نزلت رحت هيدوكوا دي الجزمه وهيطردوكي. شكرا. هني كمان، هني عشان ابويا ميت. هني. خلاص بقى، خلاص ما تعيطيش بقى، ما تعيطيش بقى، ما تعيطيش بقى. طفحي بره بقى وانا هغير واخدك في سكتي، هكسب فيكي ثواب. نبي لو دورت جواك هتعرف انت نازل معايا ليه. حبيبي. خدي بقى، خدي يا بنت، تعالي تعالي. قول قول قول. اوعي ايدك دي. تعرفيش ترشجي قريب من هنا؟ اتفضلي. ده ايه النور ده؟ ميرسي. اتفضلي. ياه، ده ايه الجمال ده؟ هو في حاجه؟ إيه قلقانه ليه؟ افتح لك التكييف؟ لا الجو برد. شغاله على السخن. لا تمام ميرسي شكرا. افتح لك حاجه ساقعه؟ لا شكرا ميرسي. انت تأمري، اللي انت عايزاه انا تحت امرك. الجمعيه. جمعيه ايه؟ ايه يا استاذ بدوي، احنا مش اتفقنا امبارح ان حضرتك هتشتري الجمعيه والارض اللي عليها؟ سوري، انا اصل دماغي فيها 100,000 حاجه فتلاقيني مش مركز. مفيش مشكله طبعا، الله يكون في عون حضرتك يعني، بس هي الناس كانت محتاجه تطمن ان دار الأيتام هيفضل مفتوح وان الشغل هيفضل شغال والجمعيه وكده. ايتام ايه؟ اوكي واضح ان حضرتك مش مركز او انا جيت في وقت مش مناسب. لا 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 لا، زي ما انت معقوله تمشي تروحي فين؟ انا تحت امرك في اللي انت تأمري بيه. دار ايتام، جمعيه، زي ما انت عايزه. افتح لك التكييف؟ رؤية، ناوليني جزرايه من الكيس اللي في ايدك ده. لا بلاش الجزر، حادق هيبقى غلط عليك. خد قرنبيط. ايه الخير طب اللي ممكن يبقى في المخلل؟ انا عايز افهم. بص على حسب الحدوقه، يعني هو لو حدوقيته قليله يبقى فيه خير، لو حدوقيته عاليه يبقى فيه شر عشان هيعلي الضغط، معروف. هدوء. درجه الحدوقه هي اللي بتخلف بقى. اجابه وافيه جدا. شكرا يا رؤية. العفو العفو يا سجل. يا ريت لو تسمحي لي تقبلي مني الهديه القيمه دي. دي ساعه جدي الله يرحمه. الله يرحمه، بس يعني حياتك قلتها دي بتاعت جد حضرتك، فيعني مش هقدر اقبل حاجه زي دي يعني. لا معقوله؟ اول مره اقدم لك حاجه ترفضيها؟ ازعل جدا. لا شكرا ميرسي قوي. انا كان جلجل قال لي ان انت سبت الشغل. ايه رايك بقى تشتغلي معايا هنا؟ اشتغل مع حضرتك ايه؟ لا ده سؤال يزعلني. انا هنا ما عنديش تخصصات. تشتغلي معايا يبقى ما تسيبينيش لحظه. ايوه بس ايه علاقه الشغل بان انا يعني ايه ما اسيبش حياتك لحظه؟ انت فهمتي ايه؟ انا قصدي يعني دراعي اليمين. انت ليه بتفكري شمال؟ هتشتغلي معايا؟ هفكر واقول لحضرتك. يبقى نقرا الفاتحه. طب على ايه بقى، على الشغل ولا على الجمعيه؟ نقرا الفاتحه، ده كلام ربنا. ايه هتكفري؟ لا طبعا يعني يلا. اقرا الفاتحه. هو انا اتاخرت قوي كده؟ تقرا الفاتحه على ايه؟ على روحك. انت ايه ازاي تدخل كده فجاه؟ احنا كنا بنقرا فاتحه في المطلق.
دخل عليكي دخلة ساعة جده الملعونة؟ شبكك بساعة من الرواع يا سلمى؟ سهتونا واتدحلبتوا وحبيتوا بعض، امتى؟ على فكره سلمى شغاله هنا معايا مساعده. انا قلت لحضرتك ان انا لسه هفكر. سوري، ازيك يا رؤية؟ عامله ايه؟ دي مفاجأة حلوة قوي. رؤية جاية النهارده عشان الانترفيو بتاع الشغل، وسجلك لما عرف ان انا جايه اعمل الانترفيو طبعا ما رضيش يخليني انزل لوحدي عشان هو بيخاف عليا من الهواء الطاير، فقال يجي معايا عشان يبقى ماي سبورت. قشطه جدا، يبقوا الاثنين مساعديني، واحده بلدي وواحده على فرانكا. استاذ بدوي ممكن تخليك معانا وسيبك منهم هم خالص؟ ممكن تسيبنا انت شويه؟ انا قايل لك قبل كده رؤية دي تبقى بنت خالتي. يا سيدي بنت خالتي دي مهروشه قوي، حرقناها كتير قبل كده. والله العظيم بنت خالتي. بعدين انت ازاي بتتكلم مع سلمى كده؟ انت ما تعرفش دي مين؟ سلمى دي تبقى خطيبتي. الف مبروك يا سيدي، احنا دلوقتي بنتكلم في شغل. شغل؟ لا يا استاذ بدوي، مفيش هنا شغل يناسبه. جلال معلش عايزك ثانية. ايه؟ وايه خطيبتك؟ ايه؟ منين خطيبتك يعني؟ بحميك يا سلمى. وبعدين ده راجل مهزأ جدا ان هو عارف انك جايه من طرفي وبيتعامل معاكي بالشكل ده. انت من طرفي تبقى تخصيني. انا حاسه اني عايزه ارجع. الناس انت عايزه ترجعي علشان نقيتي القرنبيط كله من الترشي وكلتيه كله على بق واحد. ما انت لازم تبقى عايزه ترجعي. ربنا يستر على معدتي انا كمان. امشي امشي يا رؤية. عايزه حاجه؟ طيب مش عايزه اتعبك. ماشي، متعبينيش. سلامتك. طيب باي باي. انت هتسيبها تمشي لوحدها؟ هي مش جايه معاك؟ لا، رؤية معاها عربيه. معلش انا اسفه، انا مش قصدي يعني، بس هي رؤية معاها عربيه؟ رؤية هي وارثه تاكسي عن باباها. التاكسي اللي هو الابيض واسود القديم. مامتها ست بتموت على القرش ومعفنه وكده، فراحت جايبه سواق مشغلها على التاكسي، فهو بيلف معاها في كل حته. هو مستنيها بره يعني. كويس هي مش لوحدها. لا هنا يعني هسيبها لوحدها. طب الحقها، نسيت كيس الترشي بتاعها. لا ده مش بتاع رؤية، ده انا بمشي بالكيس ده دايما علشان الكلاب الضاله في الشارع. الكلاب بتبقى مهبطه من الشمس، يعني عشان رحيم الحيوانات فباكلهم، فاملح ترفع الضغط شويه. بقول لك ايه، لو ما وراكيش حاجه يعني تيجي نقعد في مكان كده ندردش شويه. لا مش عارفه، انا مش مرتاحه لك النهارده، مش حاساك كده بكيس الترشي ده. لا بجد والله، انا عايز اقعد اتكلم معاكي كلمتين كده. ها؟ مواضيعك ما بتخلصش؟ اسمع مني. اتفضل. اكلك في مكان شيك. اكل ما بتاكلوش في بيتكم عادي يعني. على فكره يا جلجل، يعني ما كانش لزوم اللي انت قلته هناك يعني. هو اصلا لو كان عمل اي حاجه انا كنت حطيته مكانه. في مكانه فين؟ لا يعني انت شوف كنت عملت فيه ايه يعني، كنت مسحته يعني، كنت زعقت له. انت ما تعرفنيش اصلا، انا اجريسيف جدا جدا. كنت هتقولي له ايه؟ هتعملي ايه؟ يعني كنت هزعق له، بس كنت هزعق له مش العادي، فاهم؟ كنت هزعق له فكان هيتخض، فانا ما رضيتش عشان انا يعني انا احترمتك صاحبك وكده يعني، بس انا كنت اصلا كل اصحابي بيقولوا عليا شرسه جدا ان انا اجريسيف كده فاهم، بس انا ما رضيتش اعمل كده قدامك. بتعرفي تزعقي؟ طبعا. انت ما تعرفش زوري ده. ما تزعقي كده سنة. عشان في ناس كده هبقى ازعق بعدين يعني. لا انا عارف، انت شرسه جدا طبعا، انا عارف ده يعني، بس ما استحملتش انه يبص لك بصه ولا يكلمك بالطريقه دي، ما دمي غلي. وانا ممكن اسالك سؤال؟ لا طبعا. هو انت يعني شهم وجدع كده في العادي ولا معانا بس يعني كل المواقف اللي بينا انت دايما بيطلع لي من كل حته كده في وقت انا مش متوقعه ان انا اشوفك وبتنقذني، وحتى بابي يعني خلاص موضوع الجمعيه والشركه وكل حاجه يعني، وانت بتعمل هنا كده بس ولا ده النورمال بتاعك؟ لا والله يعني اسالي اي حد والله هيقولوا لك ان انا بعمل كده معاك انت بس. اصل يعني ممكن اسالك سؤال؟ يعني جربتي المخلل مع الشاي؟ ده مفيد للبشره لتفتيح الهالات السوداء. ده غريب قوي. طعمه حلو قوي. سلمى، هو انت ليه ما يعني ما فيش حد في حياتك ما ارتبطتيش ليه؟ يعني انت بنت يعني شكلا بشويه ميك اب تتظبطي يعني. شكرين يا سيدي. مستواك المادي طبعا عربيتك باين يعني اللي هياخدك ممكن يرجلشك يعني، فانت ليه مش في حد؟ مفيش حد. بص هو انا يعني كنت مرتبطه بمامي قوي الله يرحمها، ومن ساعه ما مشيت وانا بخاف اتعلق بحد ويمشي، مش عايزه احب حد ويمشي. طب وليه يمشي؟ يعني ما تحب حد ويقعد. مش عارفه. ماشي. طب بتسال ليه اصلا؟ ايه؟ تسال ليه؟ عايزه اقول لك
وانت مبرشم هنا حاجه؟ ايه؟ طب بتحط برشام يعني؟ ايه دي؟ البرشام؟ لا لا مش عارف، انا واكل فراوله او مخلل بقى، مش عارف اعمل لي حساسيه بقى. انا سلمى. مش عارف مالي يعني. ما تقول. ببقى بربنت قدام المرايه بس مش قدامك. انا بحبك. انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. ايه ده؟ ايه الرياكشن ده؟ ميرسي، شكرا. ميرسي. انا عازمك على شوربه لسان عصفور. انا بقى بقول لك بحبك. ما هو مش عارفه اقول لك ايه. بصي يا جلجل، انا اسفه. لا لا لا، طب رايحه فين؟ استني، طب اهدي. انا اسف. جلجل في سيبني، انا اسفه بجد. أنا ما محتاجه قصرتش. امشي، محتاجه امشي. ايه ده؟ امال ايه بحبك دي؟ مين؟ يا نهار اسود، ده تكون بنت رفايده. طب يا انت هترضيها لي؟ انت ترضي لي بنت رفايده؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. اهدي بس يا حبيبتي، اهدي يا بنتي. اهدى ايه البنت دخلت وسطينا وشفطت ابن اختك يا ماما. يا بنتي ما تعمليش في روحك كده. بصي انا هتكلم معاه، ممكن قوي يكون بيقول الكلام ده قدام الراجل. بس يا خالتي والنبي البنت دخلت وسطينا شفطت ابنك يا خالتي. ضربة مصارينه. لو النبي لا، انا ده على حبيبي يكره لي والامين. امين. بنشر عليه بنشر عليه. خلاص معلش يا سلمى، ان شاء الله هتبقي زي الفل. لا خلاص خلاص. يا حبيبتي انا بحبك وخلاصي. مش قادر سجلت. اعمل ايه يا سجلجل؟ كويس؟ محتاج اي حاجه؟ عايز حاجه يا حبيبي؟ قولي له ما تشغلوش بالك، ده متيم كان مع المزه من شويه، بتخطب من ورانا يالا. ممكن ما اسمعش صوت؟ انا اللي فيا مكفيني. طب رد عليا والنبي، قول لي الكلام اللي انا سمعته منك ده هناك ليلة تشك في معامعها دي كان من قلبك بجد ولا كان من ورا قلبك وبتقول كلمتين وخلاص قدام اسمه ايه ده؟ قول لي الحقيقه والنبي، ما تكذبش عليا. رؤية ممكن لو سمحتي تسكتي وتهدي كده وتتبطي؟ انا خلاص، انا وسلمى مش هنكلم بعض تاني. بجد؟ اللهم صل على النبي، الله اكبر. الطير الشرد رجع لحضنه من تاني. اللهم صل على النبي، الله اكبر. الحمد لله يا رب. قولي له فرصه، قولي له. ما توترونيش بقى. قولي. سجلجل انا في حاجه جوايا بقالها سنين وخلاص تعبت، مش قادره اكتبها اكتر من كده. مش قادره خلاص. ايوه انا بقى ارميها وخلاص. بحبك. الصوت ده طالع منك؟ والله ما طلع مني، بس انت لو دورت جوايا هتلاقي اكتر من كده بكتير. انا بجد بحبك قوي، بحبك من وانا لسه مفتحه عيني على وش الدنيا ديت. عارف يا سجلجل، انا هبقى من ايدك دي لايدك دي. انا قبل ما هتفكر في الحاجه بس هتلاقيني كده جايبها لك بين ايديك. والنبي يا سجلجل قول اي حاجه، طمني. انت ايه؟ طمني. انا الحمد لله والله كويس. يا رب دايما رد بقى والنبي بقى. معقولة؟ طيب معقولة يبقى انت اللي فيك الخير؟ دي رؤية انا جلجل، انا اتوترت قوي رؤية انا مش بعرف اتصرف في الحاجات دي، بس ايه، انا كمان جلجل انا بحبك. لا حد يمسك. استنوا، في حاجة حصلت غلط. في حاجة غلط حصلت. يا بتعمل ايه يا سيد؟ ايه يا حبيبي نفسك قاعدين في فرحك؟ فرح لجنه. فرحك غلط. اللي حصل ده غلط. ما حدش يعرف. يا جلو افرح يا جلو. انت ربنا ينتقم منك. انت شكلك كنت مرتباها يا رؤية. خلاص انا جبت اخري. مش بني ادم والله، مش بني ادم. يا شاهين
ما ينفعش اللي بتعمله ده، انتوا دخل بينكم شيطان. انا اللي عندي قلته خلاص يا بدوي، انا مش عارف استحمل اختك دي تاني، خلاص رجوع مش هرجع. انتوا بينكم عشره وعيش وملح ومصالح وشغل، هو انا جاي عشان نصلح ولا نبوظ؟ طب اسمع مني، سيبوا لي نفسكم انتوا الاثنين وانا هصلح الحكايه دي، اوكي؟ عندي ليك مصلحة لوز اللوز، تعالى لي الفيلا حالا. اهلا اهلا يا بطل. اهلا ازيك يا وسهلا. بدوي بيه؟ اهلا وسهلا. بقول لك ايه والنبي، انا المفروض ارد على رساله مهمه جدا وتليفوني فصل شحن، عايز شحن. ايه يا عم داخل علينا سخنه كده ليه؟ وايه اللي انت شايله في ايدك ده؟ ريحته قلبت معدتي. خلل. بقى خد لبان خد لبان. ماشي ماشي. تعال. شاحن بس اهم حاجه. طب عايزك ضروري بس. ماشي. طب اسيب مخلل ده هنا وانا خارج اخده؟ اه سيبه. اه خير يا بدوي بيه، جايبني على ملا وشي. اظن المره دي في مصلحه جامده، ده انا سايب مصايب ورايا. فين الشحن اللي قلت لك عليه؟ تتجوز اختي. وش كده؟ مش ندرس بعض انا وهي الاول؟ ولا اظبط الكلام، هي متطلقه 3 مرات قبل كده، محتاجه تتجوز عشان تتطلق عشان ترجع لجوزها القديم تاني. من الاخر محلل. ايوه ايه؟ محلل. يعني النقطة طلعت حسنة. أنا الطرش نحر صدري. أنا كان هيجي لي حصوة في الكلى من الأملاح، في الآخر تطلع نقطة حسنة. يا عم هديك نقطتك وحسنتك وهظبطك، ما تقلقش. هي ليه كل الستات عرفت قيمتي النهاردة؟ أنت عارف إن أنا فاضل لي جوازة وأقفل الجيم؟ جيم إيه؟ يعني ده ما تشغلش بالك بقى. أنا معاك، إيه المطلوب مني؟ تتجوز النهاردة عشان تطلق الصبح. وانا هروقك وهظبطك على الاخر. بس كدب بقى، ده انا شايل في قلبي وساكت، اسكت. يلا بقى عشان مأذون بره. يلا. يا اختك دي حلوه. خلصونا بقى. شكرا يا ابني. وادي المحلل اهو. مضينا الشهود. ولا انت عارف لو لعبت بديلك انا ممكن اعمل فيك ايه؟ لا 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 يمكن طبعا يلعب بديله، ده الراجل بتاعنا كده ولا ايه؟ قدامكم اهو. ايه يا عريس مالك مخضوض ليه كده؟ مخضوض؟ لا ولا مخضوض ولا حاجه، انا جاهز. جاهز يعني لا مخضوض. مخضوض. يا لهوي ده انا مخضوض، ما خلصنا. انت مستعجل كمان. مستعجل؟ انا مستعجل، هو اللي قال. متحمس يعني ايه؟ انا زي ما انا ما قلتش حاجه. هو حضرتك رغاي ليه؟ ما تكتب بقى الكتاب وتخلصنا بقى. يلا يا جماعه يلا اتكلوا على الله. توكلنا على الله. الكتاب. جواز مبارك ان شاء الله. الف مبروك يا جلبي. ازيك عامل ايه؟ شاكرين يا مولانا. يلا يا بيه تيجي تطلق بكره ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الف مبروك. شكرا يا مولانا. في ايه يا مولانا؟ مش تقول حق ربنا؟ انا علشان ارجع له لازم جوازي من المحلل يبقى حقيقي. مراتك حلوه قوي. حضرتك انا مش فاهم يعني قوي. انا فهمك. يا ريت. الست لما ترجع لجوزها بعد ما يطلقها 3 مرات في شروط، منهم انه المحلل ده جوازه منها يبقى بجد. طبعا انتوا فاهمين انا قصدي. انا فاهم. انت اتجننتي ولا ايه؟ ايه يا شير اللي بتقوليه ده؟ احنا مش اتفاهمنا وانتوا اتصالحتوا والدنيا بقت تمام؟ وانا رجعت في كلامي، الجواز لازم يبقى حقيقي. هنقول ليه؟ ممكن تستهدي بالله وبلاش عند ومشيها مظبوط عشان نخلص ونرجعكم لبعض. انا قلت اللي عندي. شوف لك بقى حته تبات فيها للصبح، اوضه في اوتيل ولا حاجه. نعم يا اختي. شفتها دي في فيلم زوج تحت الطلب بتاع استاذ عادل امام. وعجبك الفيلم صح؟ تحفه تحفه. يبقى على موته. ايه ده؟ انت بتهددني ليه؟ على الله تقول. يا جماعه ما تستقروا وبعدين تقولوا لي، عشان انا كده ميت. تموت وانت جوزي بجد ولا على الفاضي؟ انا محتار بصراحه. يابا انا اريحك من الحيره وقت لك. في ايه يا شيري؟ ما توحدي الله بقى وما تعنديش، ما تصغرناش قدام عيل زي ده. انا قلت اللي عندي. خلاص يبقى اقتله. اقتله، اجيب غيره عادي. هو قميص. ما كفايه بقى يا جماعه، انا اعصابي باظت. شفت بقى؟ انت لو بتحبها فعلا تتنازل شويه واعتبر اللي حصل ده كبوه يخليك بعد كده ما تتسرعش في الطلاق. انت بتقول ايه يا بدوي؟ بقول لك لو بتحبها فعلا تنازل شويه
واعتبر اللي بيحصل ده كبوه. انت هتعيد الكلام ما انا سمعته. خلاص يا عم اطمن واهدى بقى، هو مش هيقرب لها وعلى ضمانتي. ازاي؟ ولا هتقرب لها؟ طب ولو هي قربت؟ تبعد عنها يا خفيف، تبعد عنها بمزاجك ولا خليك تبعد بطريقتي؟ هتعمل ايه؟ انا بعد اللي بيحصل ده انا بقيت شرك. خلاص يا شاهين اطمن بقى شرب. ماشي يا شيري، اعملي اللي انت عايزاه، بس انا ليا حساب تاني معاكي بعدين. قوم معايا يا حبيبي. حبيبي ايه؟ انا مالي؟ انا ما هي اللي قالت. ولا اياك تغير اللي اتفقنا عليه. شرب اكيد. فيش. يلا حبيبي على يلا روح. يلا حبيبي. يلا. طب انا مش ماشي يا شيري وهفضل قاعد. مش فارقه معايا، دي حاجه ترجع لي براحتك. اللهم صل على النبي، حضرتك قادره. بونوي. بونوي. جود لك. جود لك. اهدى بقى. طب مفيش دم خالص. اهدى بقى. اهدى اهدى. تعال نشوف بره. اتفضل يا حبيبي. شاهين تعمل ايه؟ قفلت بالمفتاح يا بدوي، قفلت بالمفتاح. ربنا يفتح عليهم يا سيدي. اهدى انت بقى. اهدى ايه؟ مراتي مع واحد غريب جوه بتقول لي اهدى. يا عم مش مراتك، اعقل بقى. مش مراتي ايه؟ انت بتقول ايه يا بدوي؟ اسمع بس، الواد ده مش هيقدر يعمل اي حاجه، الواد ده فطوعي. اسمع مني اسمع مني. مش هسمع حاجه دلوقتي. طب اسمع بقى، هقول لك على حاجه تانية. ايه رايك في صفقه مكسبك 80% وانا 20%؟ قلت ايه؟ 80 ل 20؟ اه. جبتها منين دي يا ابن اللعيب؟ طب انت لو تسمعني بس هتفهم. انت متنرفز على الفاضي. اكيد الكتابه دي شايله لي خير فور شور يعني، ولا يكون ليا. طب ايه عندهم شواحن مقبول. مدام شيرين، الاقي عندك شاحن؟ مدام شيرين، ايه البيت اللي ما فيهوش شاحن ده؟ انا مش فاهم. شاحنوا موبايلاتهم فين ده؟ بعدين بقى انا لازم ارد على سلمى. قوم انزل من على السرير يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ مش كنت حبيبي وروحي تحت؟ انت فاكر نفسك بقيت بني ادم؟ خليك هنا لحد ما اليوم الزفت ده يخلص. حاضر حاضر، بس انا هستأذنك بس عشان انا ركبي يعني الوضع ده بيخلي ركبي تنمل. ممكن اقعد على الكرسي اللي هناك؟ قوم فز اقعد هناك. معلش، اخر طلبه، ممكن بس اخد حاجه من طبق الفاكهه دي لان انا واكل ترش كتير خد جداً. اللي انت عايزه. عامل لي حماوي وملهلب صدري. خد. ملهلب صدري. هو ايه اللي بيضيع الحموضه، الموز ولا التفاح؟ انا اسف. معلش طلب اخير ومش هفتح بقي بعدها. الاقي عندك شاحن اللي هو مش عايزه اسمع صوتك. حاضر. اوكي حاضر، بس مش هتكلم. صدعتني. انا بس اصلا سلمى كانت بعت لي رساله، انا المفروض ارد عليها برساله والتليفون فصل. مش عايزه اسمع صوتك. حاضر. افهم. حاضر خلاص، انا اسف. طب ما تبقاش تزعل بقى لما ما اعبركش، اتفقنا؟ احنا لولا الحب ما كنتش اتبهدلت مع كلب. انا كلب؟ لا هو. معلش شاحن. ما تتصلبطيش، انا طلبت شاحن. مدام شيرين، مدام شيرين، عايز مدام شيرين، مدام شيرين. توفت مدام شيرين، اتوفت في دخلتها. يا نهار اسود، يا نهار اسود، مدام شيرين توفت. هعمل ايه؟ اخفيكي واقول انك سبتيني ونزلتي ومش محدش يعرف عنك حاجه. ما هيلاقوكي طبعا. ارميكي من البلكونه واقول ان انت اللي نطيتي. طبعا انا اللي هلبسها. طبعا بس انا نط انا من البلكونه وتلبسي انت موتي. ميته اصلا.
ما انت ميتة اصلا. ليه كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ما بدهاش، انا مش قادر استحمل. يا عم اهدى بقى، هو مش هيقدر يكسر لي كلمه، اسمع مني. اوعى يا بتا وسيبني. طب نخلص صفقه مطروح وبعدها اعمل اللي انت عايزه. مطروح ايه ده وقته؟ افتح يالا، اول ما افتحوا الباب اجري. افتح انا كسر الباب عليكم. مش هينفع تدخل دلوقتي، بغير. ينفع تفتح دلوقتي؟ لا هتفتح دلوقتي. افتح انا كسر الباب. يا ابني انت يا بني ادم. اوعاني. يا نهار ابوك يا كلاب يا ولاد وحياة ابوك ما تفهمني غلط. غلط ايه ده قدام عيني؟ اقول اللي قدام عينك ده متفرع منه مصيبة اكبر من اللي انت فاكره. مصيبه اكتر من اللي انا شايفها، وانت خلصتي دلوقتي عامله لي ميته. هي مش عاملة. ايه ميتة؟ شاهد على روحك ياض. شاهد ليه؟ والله العظيم 3 بريء. هي توفت مني، ما عملتش حاجة. ازاي انا شايفك بتخنقها بعينيا؟ ازاي وانت تحت؟ حاولت معاها وهي رفضت، اتعافيت عليها ماتت في ايدك. والله مكسوف احكي لك. لا والله مستحي. لا احكي. اتوفت مني وانا باكل موزة. وايه؟ ايه؟ باكل موزة. موزة؟ في اتفه من كده؟ انا باكل موزة، ببص بقيس النبض، زيرو نبض. زيرو نبض. مش مصدقني؟ هتلاقي القشرة ورا دماغ الجثمان. كتير قوي حذروني منك وانا ما صدقتهمش. معقوله تقعد تقرب مني عشان في الاخر تقتل اختي؟ ليه؟ انا هعمل كده ليه؟ وبعدين ايه الخيال الساذج ده؟ ما انت اللي جايبني من البيت وانا اللي سعيت اجي. باي حال من الاحوال الواد ده لازم يموت. لا ما توديش نفسك في داهيه عشان كلب زي ده. انا مبلغ البوليس. يا جماعه بوليس ليه؟ يا بريء. ماسكني ليه يا جماعه؟ ماسكني ليه؟ انا والله ما بقى هتوه بيه. اقسم بالله ما لمستها، هي اللي وقعت لوحدها. اقول لهم حاجه. امشي. انتوا واخديني ليه؟ انا ما عملتش حاجه. اركب بدأوا البوكس. بيه انا بريء. قول لهم ان انا بريء. انت هتتنفخ. ما انا كنت في البيت وراضي بالمصيبه اللي فيها. انت اللي جيت خدتني من البيت عشان تلبسني مصيبه. ليه؟ انا بريء وما عملتش حاجه. السلام عليكم. هو انت يا ترى انت فين يا جلدي؟ انت فين يا حبيبي؟ انا شايف يا جماعه تعتبروا من تعداد المفقودين. قولوا امين. يا شيخ بعد الشر. اعملوا حاجة، انزل اسأل عليه في الإساءة، اسأل عليه في المستشفيات، جيب عربية نص نقل بمنادي ونادي عليه في الشارع يمكن يطلع ويبان. اعملوا حاجة، اعملوا حاجة، ما تقعدوش تتفرجوا عليا. بس سجل كان راجع، هو راجع، وزي ما سابني في الكوشة هيرجع يلاقيني في الكوشة لو بعد 50 سنة. هيرجع يا حبيبتي، هيرجع إن شاء الله، هيرجع لحضني، هيبقى زي الفل وكويس. مش معقول كده بقى، عايزين نروح. خلاص تعبنا، حرام عليكم. بس محدش هيمشي من هنا غير لما سجلجل يرجع، محدش هيمشي من هنا غير لما يرجع. شايفاكي وانتي بالذات مش هتتحركي من هنا غير لما سجلجل يرجع. معقوله؟ ده معناه ايه الكلام اللي سعادتك بتقوله ده يا فندم؟ هو ايه اللي معناه ايه؟ ده اللي ظاهر قدامي من خلال تشريح الجثة، نتيجة الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة المهدئات اللي كانت بتاخدها. يعني الواد ده براءة؟ ده حقيقي، وأول ما هيتبعت لي الصبح من القسم هديله إفراج من سرايا النيابة. يعني الواد ده براءة؟ هنعمل ايه؟ هنبارك له طبعا. نبارك له؟ يلا يا شاهين. نبارك له. شكرا يا فندم. العفو. فاكرين. يلا يا شاهين. نبارك له ازاي؟ يلا يا شاهين. نعم.
جلال. استاذ جلال؟ ايه لازمتها جلال؟ استاذ كفايه بقى. لا بقى يعني ربنا ما يجيبش زعل. انا بتهيألي خلاص بقى النفوس اتصافت وما فيش حاجه بينا خلاص يعني. انا بس هحتاج اروح. بقالي 48 ساعه نايم نوم عميق. محتاج اروح بقى انام براحتي كده يعني. تروح فين؟ انت هتقعد معانا هنا. لا ما تسيبه براحته، هو حر يا سيدي، بس اهم حاجه تكون النفسيه صافيه ومش زعلان. خد يا سيدي العربيه بقى اللي جابتك هتوصلك لحد البيت معزز مكرم. كمان يا جماعه. وده بقى عربون محبه مني. ابدا. اتكل على الله بقى. لا ما تعديهاش هنا بقى، عدها في البيت عشان ما يتقلش بركتها. مش كتير؟ لا لا عد براحتك بقى. ماشي. مع السلامه. يلا السلام عليكم. سلامة الله. مع السلامه. كده بقى نقعد نفكر براحتنا وبهدوء ونوصل للقرار المظبوط. فهمت؟ معلش الاقي معاك شاحن للتليفون ده؟ لا والله مش معايا. طب ممكن اعمل المكالمه من تليفونك؟ خد بس ما تكترش. حاضر. يا رب ترد. يا سلمى انا جلجل، ابوس ايدك ما تقفليش، ابوس ايدك ما تقفليش. هشرح لك. اولا وحشتيني، ثانيا انا هقول لك اهو والله العظيم انا بقالي 3 ايام في حوارات وتليفوني فاصل شحن. هحكي لك لما اشوفك. طيب ماشي. ممكن بقى اقابلك لو سمحتي؟ شكرا. العفو. ما لحقتش افرمل، رحت شايل الراجل على الكبوت براوليه، قعد يلف وراح نازل ما حطش ماما. الناس اتلم بقى يا لهوي يلا، عارفه الستات اللي هم بيزيطوا في الزيطه وعيال تتف عليا. بس الناس اتلمت هوب على الاسم، خدوني حجزوني، وكل ده بسبب حضرتك. وبسببي ليه يعني ان شاء الله؟ ايه اللي بسببي؟ احنا هنستعبط. يعني انت سبتيني هنا ومشيتي في الكافيه وانا عمال اضرب اخماس في اسداس، دماغي مش فيا. طبعا الراجل عدى ما شفتوش، شيلته على الكبوت. جلجل انا اسفه، انا كان المفروض اجي لك بس انت لما قلت لي انا اتوترت وما كنتش عارفه اقول لك ايه، وبعدين اصلا بعت لك فويس نوت انت ما ردتش عليا. حبيبتي إيه؟ بالعقل انا في حجز، ارد عليك ازاي؟ ما اعرفش، ما انا ما روحتش. وان شاء الله مش هتروحي يعني، بس هم بياخدوا الموبايل بره وبيدوه لنا واحنا خارجين، واكيد يومين الموبايل فصل شحن. طب يعني الحمد لله انك كويس، دي اهم حاجه. انت مبسوطه ان انا طلعت؟ لا. انت كلمه مبسوطه ان انا طلعت؟ لا على فكره مش مبسوطه خالص. اي حد كنت اعرفه لو دخل السجن وخرج كنت هتبسط له يعني. اي حد يا سلمى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا ناسي. انت قلت لي بحبك في الفويس نوت، انا ناسي. لا والله انا ما قلتش. والله العظيم قلت لي بحبك. سحبتها. هي شتيمه. والله قلت لي بحبك. بقول لك ايه، اقسم انا مش عايز اقعد احلف كتير عشان ما ابانش كذاب، بس وحياه ربنا انت ما غبتيش عن احلامي لحظه طول ما انا في الحجز. ليه يعني؟ انت بتنام طول الفتره اللي انت فيها؟ والله العظيم لو في حضانه ما هنام كده، كل ما ارفع راسي يقولوا لي نام او نايم. بس انا بصي انا خلاص انا خدت قرارين. القرار الاولاني انا مش هنام تاني في حياتي، خلاص انا نمت بما فيه الكفايه، خلاص مش هنام الفتره اللي جايه. القرار الثاني كلمي لي ابوكي، انا لازم اروح بكره. ماشي يا جلجل، بس يعني مش حاسه احنا محتاجين لسه نتعرف على بعض اكتر ونعرف بعض؟ سلمى حسام بتشتغل في بنك، عندك عربيه. ايه اللي هحتاج اعرفه كزوج اكتر من دي تقوم علاقه، دي تقوم اسره. ولو على حالتي الماديه انا عازمك على 2 نسكافيه في كافيه المينيمم تشارج 90 جنيه وفي شمع. انت مجنون، انت مش عارفه جنينك ده هيودينا في داهيه ولا حاجه حلوه ولا ايه؟ بكره هاجي اقابل ابوكي، خلص. لابس دبل؟ ايه؟ طب ممكن تسيب لي فرصه ان انا اكلمه؟ سلمى انت حط ايدك على ايديا. ايوه اشيلها. خلاص اهو. جلجل تعالى حط ايدك على ايديا يا جماعه. حط ايدك. بطل بقى بجد، عيل اوفر. اشرب النسكافيه. الله.
يا لهوي يما، يا لهوي يما على دي أيام كبيسة. يا لهوي يما، إلهي ينتقم منك يا رؤية يا بنت رفايدة قادر يا كريم. إلهي يا شيخة تتعصري في حجر، تقع تتكفي على خلقتك، تشلشبي دم من مناخيرك وتمشي مشوهة زي النسناس. ليه؟ ليه بيحصل كده؟ بقول لك ايه، بابي مستنيك بكره. اللهم صل على النبي. ايوه كده بقى، ينصر دينك يا سلامه. يا حبيبتي ان شاء الله يبقى يوم موفق، ان شاء الله يبقى يوم موفق، وارفع راسك قدام ابوكي قادر يا كريم ان شاء الله. يلا تصبح بخير. جفنه علم الغزل. جاي لك يا ابن العبيطة. ايه ده؟ مالك يا اخواتي نايم؟ ما تعمل بقى يا ابن صرم. صباح الفل يا جلجل. امسح. امسح ايه؟ اسيق يعني؟ ولا امسح كده؟ ايه شغل الجنان ده؟ ما نشوف. ماشي يا سيدي نمسح. انا مجنون؟ وجناني ده عين العقل. اشمعنى المرة دي يعني هنا؟ بتلعبيني ولا ايه؟ ماشي براحتك براحتك. يا حبيبي يا ست أنا. ايه يا ست أنا؟ صباح الفل. صباح العسل على العسل كله. بقول لك ايه، بابي مستنيك النهارده في البيت عندنا الساعه 3. انا هبقى قاعده فوق لحد ما يندهني. عايزك تبقى مركز كده وعاقل، بلاش الرغي الكتير بتاعك ده. عاقل؟ نجيبه منين العقل ده؟ عمرك جننا. اسمك ايه؟ ماشي حلو. سلام. بس تكنيك الكتابة على القورة ده جديد مختلف، متفائل بيه أنا. الدنيا طعمها من قدام. تنرب بيتك. أصحابي يا أهلي يا جيراني، أنا عايز أخدكم في أحضاني. صباح الفل على ألذ عيلة في جمهورية مصر العربية. إيه الأمر ده؟ ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ كريمة مختار، كريمة مختار. انت هتنزل كده ازاي؟ والله العظيم شبعان مش نفسك ده. إيه رأيك؟ ايه رأيك؟ انا جايب منها الكحلي البني والكحلي انت سيل بقى جامد يعني؟ جدا. حبيبي ما ينفعش تنزل كده. لا يا حبيبتي والله عشان لا ماشي يا ستي عشان خاطرك اهو. ايه يا حد ياكل؟ طب خد سبانخ في الفطار. انتوا مجانين. انت مجنون يا جلجل. ايوه مجنون. انتوا اللي مجنناني. ده ناقص اكتبها على قورتي. يا جدع زي الفل. طب الحق اللي مكتوبه. ايوه يا ده جلجل. يا ده جلجل. انتوا عيله تجننوا. بيتك ده نزل. الله يسامحك يا حسين. حاجه من الاثنين، يا ابنك ده معفن ما بيشوفش نفسه في المرايه ويشوف العباصه اللي فيها، يا اما مصدق ان مكتوب عليه حاجه. ترقص. ارقص غصب عني ارقص. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونعم بالله ونعم بالله. نصر هتفرج. ايه ده شيجان؟ صباح الخيرات على ذئاب الليل الجائعة. لا عسل. لا بص بقى بتقول ايه؟ لا لم ان انا مرتبط. انا مرتبط غصب عني. اخوني. ايه يا عم تلم معيزك يا عم شريف. دول صواريخ. لو كان الامر امري، لو كان في شيء بيدي كنت اقدر بس غصب عني. اخوني
اخون ويا اختي فضي ايه الجمال ده؟ بزعله صباحك محوج يا بائع البن. عايز بعد اذنك قهوه ساده بن فتحي. قهوه ايه يا عم؟ انت اتكل على الله يا عم، عايز اشرب قهوه. يا عم اتكل على الله باللي انت عامله في نفسك ده يا عم. يا عم امال انت فاتحها ليه لما عشان اشرب بن يا عم. اتكل على الله. اتكل على الله يا عم ولا ايه؟ مجنون يا جدع، انت مش شايف نفسك؟ اركب يا عم، انت اتكل على الله. انت مجنون يا عم اتكل على الله. بقول لك عايز قهوه. اقف بقى انت لغايه ما حد يجيب لك القهوه. مجانين دول ولا ايه؟ صباح الفل يا باشا. صباح الورد والفل والياسمين والجمال على اجمل سايس فيكي يا بلد. على فكره انت وشك السمح ده يخلي اي حد يحبك، يحبب خلق الله فيك. يلا خد المفتاح علشان انا اخش جوه لو حبيت تزقها. تتهق ولا ايه؟ امسك. تاني؟ خايف ولا ايه؟ امسك يا ابني، انت مجنون ولا ايه؟ امسك. في ايه؟ لا 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 امسك علشان هسيب العربيه واخش انا. لا 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 لا. انت عايز تتراضى؟ اما تقول يا عم مقرف علشان ما رضيتكش. اتراضى ايه؟ لا متشكرين، مش عايز يلا حاجه. رزق جاي لك. يلا مش عايز حاجه يا ابني، رزق جاي لك. يلا في ايه؟ بقول يا لك عم رزق. مش عايز، بقول لك. بقول يا عم في ايه؟ انت هسيب لك العربيه. مش ناقصه جنان، انا مجنون. في ايه؟ يعني هو الموضوع عليك انت؟ طب ما تقول تعال. طب اوعى ايدك كده يا عم بقى تعالى هنا. خد تعالى. لينا ايه عند بعض؟ لينا المعروف. اوعى سيبني كده، انا جتتي متلبشه لوحدها مش ناقصاه. الناس اتجننت. ما ساحتش برضه. يا باشا حضرتك تأمرني وطلبية جايه لك زي الفل، أحسن من بتاعة المرة اللي فاتت. صباح الخيرات. ابوسك. نعم يا فندم. ابوسك. بوس مين يا فندم؟ ابوسك يا وش السعد، يا مرسال المحبه، يا كيوبيد المنطقه. الراجل ده يا جماعه هو اللي رمى البذره، ومن هنا من المحل الصغير ده واهو البذره كبرت ورعرعت واصبحت شجره مثمره. واديني اهو رايح النهارده اجني ثمار الشجره اللي انت زرعتها حتى لو بدون قصد. انا رايح النهارده اقابل ابوها. ألف ألف مبروك يا فندم، بس تسمح لي أسألك سؤال سخيف شوية؟ سؤال سخيف بعد إذنك. حضرتك بصيت في المراية النهارده؟ بصيت في ايه؟ في ايه؟ تمام اهو. من بواقي الاكل اللي في اسناني سبانخ الحاجه يا سيدي. اهلا. على فكره انا اتعمدت ان انا اجي نفس محل الورد ده مخصوص رغم ان هو مش في طريقي علشان بس اصبح عليه. عارف بقى جو التشاؤم والتفاؤل والجنان ده. بقول لك ايه، نفس بوكيه المره اللي فاتت هو ايديك الحلوه. لا مؤاخذة مش واخد بالي. انت مش فاكرني ولا ايه؟ لا ازاي؟ فاكرك طبعا، بس نوع الورد كان ايه؟ لا 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 لا، انت كده مش مركز بقى. مش ازعل. لا 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 ما ازعل. تزعلش. لا 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 اوعى تزعل. حاضر. يلا حاضر. يلا. حاضر. صباح الحب. صباح الحب يا فندم. كاميليا. كاميليا ايه؟ اسمع بقى كلمة السر كاميليا. هي ايه دي؟ تجنن. طب يمكن يلا يلا. حب. اتفضل حضرتك. شكرا. اتفضل. يا سلمى. هاي جلجل. انا وصلت اهو. بقول لك انت ديكور بيتكم شبه بيتنا بالظبط، فرق الوان بسيطه بس. كفايه هزار بقى. طب ايه، قابلت بوبي؟ لا لسه. لا ده انا متوتر توتر يا لهوي. ليه بس؟ ده بوبي جميل قوي، هو بس يبان جد شويه بس هو جميل وكيوت جدا. ماشي، اعمل ايه يعني؟ بص انت اهم حاجه تبين له انك مركز معاه طول الوقت. ماشي. اصل انا انطباعي عن ابو العروسه ده انه راجل سخيف، يقعد بقى يطلع عقد ناقصه بقى ويطلب طلبات تعجيزيه والحاجات دي. ليه بس؟ ده جميل قوي، ده كيوت قوي. هو بص هو يبان جد جدا كده بس هو جميل جدا. طب هقول لك على حاجه، تعال نجرب كده اكن انا هو دلوقتي. هو اكيد هيسالك يقول لك انت تعرف تعيش سلمى في نفس المستوى اللي هي عايشه فيه ولا لا؟ هتقول له ايه بقى؟ انت الطول اتجوز بنتك اصلا؟ اقول له كده؟ اقول له كده؟ لا طبعا انت بتهزر. الو. حضرتك الاستاذ جلال؟ جلال احسان ادري، مدرس موسيقى.
خالق الناطق شبهك. بالراحه نايم. بقوله كيفيه يعني. ده مقلب بقى ده ولا هزار ولا حد بيشتغلك ولا ايه الحكايه؟ لا ده كنت بتكلم في التليفون متوتر يعني فندم. تحب تغسل وشك؟ بدأنا. مش مهم الشكل يا عمي، المهم الشخصيه. طيب ممكن تبص على نفسك في المرايه؟ ببص كل يوم يا فندم، خلقة ربنا هعمل فيها ايه؟ معلش بص في المرايه، اتفضل. لازم عشان ده يعني تكنيك جديد. زودي كلام مختلفة النهارده انت من اول اليوم. بصيت يا عمي مش وحش قوي والله. ده هزار بقى، انت جاي تهزر بقى. والله ابدا يا فندم، هو الموضوع كله ان انا يعني متوتر عشان اول مرة اتقدم. احنا هنفضل واقفين يا عمي؟ ما يعني نتكلم واحنا قاعدين، ايه رأيك؟ اتفضل يا عم اتفضل. لا يعني امسح ايه طيب؟ يا سلمى. ده انت اللي طلعت هوبا. تعالى يا عم. اوعى ايدك. تعالى يا عمي بس. لا انت هتعمل عليا مجنون، ده انا اجن منك. ما هو اصله مكتوب، كله مكتوب. نزل ايدك يا ابني. تعالى بس بعد ما نتجوز هعالجك في احسن مصحة. تعالجني يا مجنون. ايوه تعالى بس. نزل ايدك يلا. الحلو ما يكملش، لازم حلو نبقى ايه اللي ما يكملش؟ تطلع ابوها مجنون. اقعد بس يا عمي. تعالى بس هقول لك على حاجه. اوعى ايدك يا سلمى. تعالي شوفي لي المجنون اللي انت جايباه ده. شايف ابوكي بيتكلم ازاي يا سلمى؟ اللي انت كاتبه على وشك ده مش شايفينه؟ ايوه شايفينه، انت بتهزر. هي دي امسح. يا نهار اسود. بره. هشرح لحضرتك. بره. اديني والله انا ضحيه موقف سخيف، انا عارف مين اللي عامله. بره. مش هينفع اقول ظروف عائليه. فهميني. انا مش مجنون والله. والله. يا جربوع. جربوع. ثانيه واحده. ابوكي بيقول لي جربوع يا سلمى. اوعي. انا جاي اتهان في بيتكم. بره يا مهزع. طب اغلط. انا اغلط. ده ابوكي. بره يا جربوع. عيب تعاملوا ولاد الناس كده في بيوتكم. ناس مين؟ بره. يا بنت بيتنا يا بابي. بس يا بنت. يا جلجل. اخر الزمن اتهزق واتقال لي يا جربوع. يا جلجل. انت عاجبك اللي حصل ده؟ وهو يعمل ايه؟ يعني ايه اللي انت راسمه على وشك؟ مسحت. انت بتنرفزني على فكره. طب اعمل ايه؟ انا محطوط في موقف زي الزفت، واللي بيحصل ده خارج عن ارادتي. انا مش يعني مقلب زباله. وانت من الصبح لحد دلوقتي ما بصيتش في المرايه يا سلمى بصيت طبعا، بصيت اكتر من مره، بس طب هشرحها لك ازاي؟ انت تصدقي تعقليها يعني ان انا هاجي اقابل ابوكي بالمنظر ده؟ هو بقاصد. انت متخيل هو شايفك ازاي؟ ومتخيل موقفي قدامه؟ انت فاهم حاجه؟ فاهم بس طب ممكن نقعد في اي مكان اشرح لك؟ هتشرح لي ايه؟ وبعد ما تشرح لي هيحصل ايه؟ يا سلمى عايزه اقول حاجه مش عارفه اقولها. ممكن نقعد في اي مكان؟ اتفضل لو سمحتي. يلا. متاكده انك مسحت خالص؟ واكيد لو كان في حاجه ما كناش جينا هنا اصلا. ايوه. ممكن تفهمني بقى؟ انا عايزه اعرف انت منين بصيت في المرايه ومنين ما شفتهاش دي بالاسود وكانت كل ده؟ بالراحه انا هشرح لك. اتفضل اشرح لي بالراحه. انا اللي هقوله لك ده انا عارف انك مش هتصدقيه، بس والله العظيم ده اللي بيحصل. اتفضل قول. انا يا سلمى بقوم من النوم كل يوم الصبح بلاقي حاجات مكتوبه عليا. ونعم بالله. برضه هتقول لي ونعم بالله. انت حتى انت يا سلمى، حتى انت بقول لك انا بيتكتب عليا حاجات انا مش عارف اشرحها لك وده كلنا. انا عارف بس عارف ايه؟ يا نهار اسود. رؤية؟ يا نهار اسود. اكيد دي مش صدفه بقى يعني. مش كل مره اكيد. صدفه ايه يا حبيبتي؟ هو معقول؟ هو انا محتاجه صدفه برضه عشان اقفش خطيبي يا خطافه الرجاله؟ ايه ده؟ خطيبك؟ يا حبيبتي خطيبي. انا عايزه اعرف ايه حوار خطيبي ده. لما انا يا هفهمك حبيبتي بس اعرفي. شوفي الدبله وعلى تشوفي اسمه والتاريخ المكتوب جواها. راسي. بص يا سلمى انا هفهمك يا سلمى. ايه بقى؟ ايه؟ اترمي هنا. ايه اللي بتعمليه ده؟ هكون بعمل ايه؟ شفتك كنت نازل من البيت كاتب على قورتك شكلك اخر مسخره، خفت عليك قلت امشي وراك اما اشوفك رايح فين بالمسخره دي. قرض قصير الاجل يعني بعمل قرض قصير الاجل علشان اتنيل اتجوزك. انا سلامتك يعني انا اللي قصدت عمري القرض القصير الاجل ده. منك لله يا بعيده، منك لله هديتي اللي بنيته في 4 أسابيع. كل اللي بنيته في 4 أسابيع هديتيه بكلمه من حنكك. حقك عليا والنبي يا سجل والنبي ما كنت اعرف والله العظيم. انا عارف انك بتقدم على قرض قصير الاجل كنت ساعدتك ونطوله والله العظيم.
معلش سوري ما تزعل مني. قومي غوري قدامي. حاضر حاضر. قومي غوري قدامي، الهي تتشلي يا شيخه في ركبك. انا اسفه. وما توعي تمشي خطوه. ده في حياتك يا ابو نسب. خلاص بقى ما بقتش ابو نسب بقى، انسى. على رايك كان نسب يعر. الله يرحمها اختك كبومه. الله يرحمها، كانت دايما تهزاني قدام الناس. كانت بتهزاك لوحدك. لا بس انت بقى اديتك على دماغك فعلا، لا وكمان اديتك على قفاك، لانها ماتت وهي مش على ذمتك، على ذمه واحد تاني. الله يرحمه اذكره ما حسن. بدوي لك حد في العيله يعرف الحكايه دي؟ لا 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 ما تقلقش، احنا بس نخلص صفقه العريش وسرك في بير. عريش ايه يا بدوي؟ لا في ايه ولا في ايه؟ وده وقته. ده وقته، ده عزه كمان. هتعملي فيها زعلان عليا انا فاهم ان انت كنت متمسك بالجوازه دي عشان المصلحه. مش لوحدي يا بدوي، ما انت كمان عشان مصلحتك وليك ورث، وفي الاخر جبت لنا حته عيل هيورث معانا. ولا هياخد حاجه، هيطلع من مول بلا حمص وهدوس عليه قبل ما يشرد لنا. ازاي؟ تقلقش، المحامي مخلص كل حاجه، فاضل بس ان احنا نخلص من الوجه الجلد ده. وكنا قطعنا ورقه الجواز وخلصنا. يا غبائك يا اخي، انت ناس ان احنا ثبتنا في المحضر ان هو جوزها. ناقص بقى حاجه صغيره اللي هي ايه؟ ان احنا نثبت ان هي اتطلقت قبل الوفاه بساعه ونمضي جلجل على ورق الطلاق. طب افرض رفض؟ لا هيرفض ايه؟ هو لا ياكل، ده عيل جربوع، اي قرشين هيمشوه. ممكن. ولو عصلاجت نقتله. ماشي. ايه لعبنا؟ ممكن اعرف مين اللذيذ اللي كتب على دماغي الكلمه دي؟ يا جلجل، ما انا قعدت اقول لك الصبح انت مجنون انت مجنون، قعدت تقول انت اللي مجنناني وكلام غريب. ماما، مين اللي كتب على قورتي كده؟ لا بقول لك ايه، ما تدخلونيش في الهزار بتاعكم ده، حلوا انتوا مشاكلكم مع بعض. هو انا هفقر الدرجه دي؟ امه طبعا، هيكون مين يعني؟ ليه يا بابا؟ ليه بتعمل معايا كده؟ هو انا مش ابنك؟ انا مش من صلبك يعني؟ بابا انا كبرت ما تحركش تحكي لي اي حاجه. قول ايه اللي حصل؟ يا جلال يا ابني، انا احكي لك على كل حاجه. خد على ايدك بقى عشان ننهي المهزله دي. من 37 سنه قابلت امك وحبينا بعض حب اسطوري افلاطوني، كل الناس تتحاكى بيه. بابا انت لونجير جدا، انجز. الغلطه فين؟ الغلطه. وتمر السنين والشهور واخلف عيل اهبل ابن هبله زيك يقول لي انا بيتكتب على دراعي. قوم يا قوم، ده هتخلي قلبي يقف من الضحك. قوم. انا عقلي عاجز عن تفسير العلاقه دي، بس في منتقم قادر يرجع الحقوق لاصحابها. منتقم قهار جبار وهاب.